تخيل كده معايا عزيزي المشاهد تكون راجل مفلس على الحديده، لا وكمان متداين ب 100 مليون وون، واللي لازم تسددها بالفوائد قبل ما يخلصوا عليك، وكمان امك مريضه في المستشفى ولازم تنقذها، وابوك راجل سكر مش فارقه مع الدنيا خالص، واختك يا عيني اللي شغاله في مقهى ليلي، وده كله بس عشان توفر شويه فلوس لامك، وبعد ما اتخرجت من الجامعه مفيش اي شغلانه راضيه بيك نهائي، يقول لك عايزين 5 سنين خبره، يا اما تشتغل عندنا ببلاش لحد ما تاخد خبره، وبعد ما تدور في كل المواقع على اي شغلانه تشتغلها تلاقي احد المواقع بيعرض عليك فعلا شغل، الا وهو بيع روحك من اجل الاموال، فلا توافق على الموضوع ده ولا لا؟ ما هي كده كده انت ميت، يا اما الناس اللي انت متدين منهم هيموتوك، يا اما تموت في الموقع ده، فمش فارقه كتير. ايه رايك تجرب حظك يا عزيزي المشاهد؟ ده نفس اللي حصل للبطل بتاعنا كانج لما جاله اشعار من موقع غريب مسمى بالسوس للتوظيف، فما كانش فيه خيار تاني غير انه يوافق على الموقع ده. فهل الموقع ده هيكون اكبر خطأ عمله كانج في حياته، ولا هيكون افضل قرار خده في حياته كلها؟ ده اللي هنعرفه معانا في حكايه كانج سيدي نظام الابعاد الزمنيه وتنويه. يا جدعان القصه اول 10 دقايق بس هتكون ممله عشان ببدا اسس بس للقصه، ولكن وعد مني يا جدعان القصه دي اسطوريه جدا، واللي ممكن تتخطى شوان وجين، فما تحكمش عليها كده في البدايه عزيزي المشاهد، وعايزك تكمل القصه للنهايه. ومشاهده ممتعه عزيزي المشاهد. بتبدا الحكايه بتاعتنا بنشوف البطل بتاعنا بيقدم في وظيفه، وكان عمال يقول في نفسه لقد كنت دائما اؤمن باخلاص بهذه الفكره، الا وهي امتلاكك للمهارات المناسبه وان تصبح في الدائره المناسبه، هذا سوف يقودك الى النجاح بالتاكيد. ولكن للاسف بنشوف الملف بتاع البطل بتاعنا بيتم رفضه، وساعتها بيكمل كلامه بيقول شكل كده ما عنديش اي مهارات ولا اي علاقات في الدنيا دي، ونتيجه لكل ده فتم تصنيفي كعديم للفائده. وبنشوفه بقى لما رجع الاوضه بتاعته اخيرا واللي كان باين على وشه الاحباط الشديد، وبنشوف الغرفه بتاعته واللي كانت في حاله سيئه جدا، وبنشوفه هو جالس في الغرفه بتاعته حزين وبيقول والدي دلوقتي حزين جدا مني وعمال كل شويه يلوم فيا، ده كله يعني عشان ابن جارنا بيجيب حوالي 4 ملايين وون في الشهر، ارحمني شويه يا ابي. وفي الوقت ده بتجيله واحده وبتسغفه على طول، واللي بنكتشف ان هي بتكون اخته، وفضل يزعق فيها وبيقول لها انت خوفتيني جدا، وبعدين انت قاعده كده ليه؟ فراحت اخته قايله له مين سو ووالده اتوا الى هنا. فساعتها بطلنا بيقول لها كان عايز ايه اللعين ده، وهل هو ساب رقم ولا حاجه؟ فبتقوم اخته باستياء وتقول له انا عايزك بس تنسى الامر ده وابدا بالتنظيف حالا، وانا مش عايزك تجعل الامور اسوأ من كده. وبينما كان بطلنا خارج من الغرفه بدات اخته تقول له انت رايح على فين؟ انت رايح لموسون ولا ايه؟ انا عايزك بس تنسى الموضوع لاننا مش معانا اي فلوس ندفعها عليك عشان نخرجك من السجن. فبيرد عليها اخوها وعاطي ظهره بيقول انا مش من نوع الاشخاص دي، وانا مش غبي للدرجه دي عشان اعمل كده، كل ما في الامر ان انا رايح لغرفتي بس، وابدا طبعا ادور على اي عمل اقدر اقوم بيه بدل ما انا عواطلك كده مش لاقي شغل. وبنشوف لما دخل الغرفه بتاعته بدا يقعد على الكمبيوتر، كان عمال يقول في نفسه مين سو ذلك الاحمق بسببه كله، فالعيله بتاعتنا لم تكون لتعيش بهذا الشكل، ولكن سيبنا من الاحمق ده دلوقتي، ومن الافضل ان احنا نضيع وقتنا ان احنا عمالين ندور على شغلانه ولا حاجه او نستفاد بالوقت بتاعنا ده. وبينما كان يبحث عمال يقول ده انا دفعت الاف الفلوس عشان اقدر ادخل الجامعه، ومن كتر الوقت اللي مضى عليا ما بقتش حتى فاكر انا اتخرجت امتى، وعلى الرغم من ده كله لسه عاطل لحد دلوقتي. وبينما كان بعض الحمقى يربحون 400 مليون يون، وكل ده طبعا في شهر واحد بس، وانا خريج جامعه مش لاقي اي شغل، ومع كده حتى مش عارف اجيب مصروف طفل صغير. وبينما كان يبحث عن وظيفه واللي كانوا كلهم قدامه دلوقتي اما انه يعمل في مصنع او يشتغل عامل نظافه، وكان مستاء جدا ان هو ما لقيش اي وظيفه مختلفه عن امبارح، وبدا يمسك التليفون بتاعه بيقول ابص كده ممكن يكون في اي مكالمه فايته ولا حاجه، ولاحظ ان هو عنده رساله غير مقروءه في البريد الالكتروني بتاعه، وبيقول مش مهم ادي احنا نشوف الرساله دي وخلاص بتقول ايه. وبيتضح لنا ان في داخل الرساله دي في موقع الكتروني واللي كان مختص بتوظيف الناس اللي مش لاقيين اي شغل، ولما دخل على الموقع وقال مش مشكله اهو نجرب اي حاجه، ليه الموقع عمال يقول له الناس بتعاملك بسخرية ويتم تجاهلك أيضا في المجتمع وتتعرض للنقد كثيرا، وأنت فقير للغاية، وهل تبحث عن عمل الآن لدرجة حتى أن تبيع روحك من أجل العمل؟ وساعتها بتظهر لي صفحة بتقول له هل تريد التسجيل في الموقع الخاص بنا؟ فبيدوس نعم طبعا، فبيجي له سؤال بيقول له هل لديك أي هواية لدرجة أن تظل عليها لمدة 20 ساعة في الأسبوع حتى وإن كانت لعبة بتلعبها؟ فاختار نعم طبعا. فالسؤال التالت كان بيقول له إذا تلقيت مبلغا كبيرا من المال فجأة فأنت هتعمل بيه إيه؟ فاختار ان هو يبدا شركه باستخدام جميع الاموال اللي جمعها. وبعدين جاله سؤال بيقول له ايه هي اهم حاجه في حياتك؟ فاختار العائله. وبعدين اخيرا وصلنا لاخر سؤال واللي كان بيقول في نظرك هل انت شخص ذو قيمه لهم؟ فطبعا الكاتب ما رضيش يقول لنا البطل بتاعنا اختار ايه، واللي بدل الموقع يقول له لقد انهيت الاسئله وشكرا لك، والان جاري معالجه تلك البيانات وتمت الان معالجه البيانات بنسبه 100%. فابتسم البطل بتاعنا وبيقول
لقد كانت بضعة أسئلة ولكن أشعر أني أفضل الآن. وساعتها الموقع بيقول له بدأ الانتقال إلى العالم الآخر الآن، واللي بيكتشف البطل بتاعنا إن هو انتقل لعالم العصور الوسطى، واللي انتقل في جسد أحد المرتزقة، بل واللي يزيد الطين بلة إنه في نص المعركة دلوقتي، وطبعا عمال يسأل ويقول أنا في حلم ولا إيه. ولكن في الوقت ده بدأ تجيله ذكريات الجسد ده، واللي كان اسمه بارسو، وكان من عائلة متكونة من 3 أشخاص، أب سكير وأم مريضة وعنده أخت صغيرة لطيفة كده. وعشان كده أهم حاجة دلوقتي إن أنا أنجو من المعركة دي. واللي طبعا البطل بتاعنا كان مستغرب من الحلم اللي هو بيحلمه ده، فساعتها بيزعق فيه القائد وبيقول له يا بارسو أنا هموتك يالا لو ما ركزتش في المعركة دلوقتي. فالبطل بتاعنا بيقول في نفسه من اللحظة دي أنا ما بقتش دلوقتي كانج، أنا بارسو دلوقتي. وده شعور حقيقي جدا بعيد إنه يكون حلم، ولكن مش مهم دلوقتي إذا كان الكلام ده حقيقة ولا حلم، أهم حاجة دلوقتي إن أنا أنجو بحياتي. وبنشوف أحد قادة المرتزقة بيقول أنت أيها المبتدئ أنت مش شايف شغلك ليه؟ فالبطل بتاعنا بيبتسم له بيقول له أيوه يا سيدي أشوف شغلي حاضر. وبدأ يقول لنا من ذكريات الجسد ده. الراجل ده أحد الضباط المخضرمين في المرتزقة، فبيقول له الضابط ده لما تبقى السلالم جاهزة أنا عاوزك توقف تفكير وتتحرك فورا، انا عاوزك تمسك الخوف اللي بداخلك ده وتتحرك فورا لو كنت عايز تعيش. وعشان تبقى فاهم يا عزيزي المشاهد فمهمة المرتزقة دي دلوقتي اقتحام القلعة الكبيرة دي، ومن بعدها يدخلوا من جوه يفتحوا الباب للفرسان، وبكده البطل بتاعنا يكون انهى المهمة بتاعته. وساعتها البطل بيكمل كلامه بيقول ونحن المرتزقة علينا أن ننجو حتى ذلك الحين. وبدأ القائد يصرخ في الجنود وبيقول هل تريدون العيش هيئة المرتزقة؟ لو كان كذلك اهجموا بكل قوتكم على تلك القلعة الآن. واللي طبعا الجنود بتاعته بيتحمسوا جدا، وبنشوف البطل بتاعنا وسط المجموعة دي كلها عمال يقول انا تمت اصابتي دلوقتي في خدي وحسيت وكأنه حقيقي بالضبط، انا مش عارف ده حقيقي ولا لا، ولو مت ايه اللي هيحصل لجسمي، ولكن المهم دلوقتي ان انا افضل على قيد الحياة. وساعتها بيتحمس جدا وبيبدأ يموت في الجنود، واللي كان ما شاء الله ما اثرش في اي حاجة يضربهم بسلاحه ماشي، يوقعهم من فوق سور القلعة ماشي، كله شغال. وبعدها فضل يصرخ في الجنود وبيقول لهم انا مش هموت هنا نهائي، مش على اخر الزمن اموت في القلعة يا كلاب. وبنشوف الحمد لله اخيرا الفرسان قدروا يدخلوا للقلعة اخيرا، واخيرا البطل بتاعنا بيستريح وبيقول انا الحمد لله قدرت انجو بحياتي. وبنشوف الفرسان قدروا يوصلوا لقصر الزعيم، بل قدروا كمان انهم يخلصوا عليه واتباعه. وبنشوف قائد الفرسان وعمال يقول دلوقتي قدرنا نغزو المدينه دي بالكامل، وكل ده كان بفضلكم ايها المرتزقه، وعشان كده هنديكم غنايم كتير. فكان المرتزقه طبعا فرحانين جدا لانهم اخيرا هياخدوا فلوس كتير جدا. وبنشوف البطل بتاعنا كان عمال يبص ليهم وبيقول في نفسه احنا خسرنا نص الجيش اللي احنا بدأنا بيه الحرب دي، ولكني اعتقد ان الفوز الحقيقي لاولئك الناس انهم ما زالوا احياء حتى الان، ولم تكن ابدا تلك الاموال التي حصلوا عليها. وبنشوف قائد الفرسان بيقول هل انت بارسو؟ بيقول البطل بتاعنا ايوه جلالتك. فبيسالوا قائد الفرسان وبيقول له انا عرفت ان دي اول مره ليك في الحرب دي، ولكن بالرغم من كده قمت بحاجات عظيمه جدا، وعشان كده ايه رايك يا بارسو ان تكون احد الرجال المخلصين؟ فطبعا البطل بتاعنا بيتفاجئ وبيقول اكون خادم الفارس، ده ما يختلفش نهائي ان انا اكون خادم عند شخص ما. وبدا طبعا يرفض باحترام وبيقول مرتبه مثل هذه مضيعه لشخص مثلي سيدي، وده هيكون اشبه ان انت تدي خنزير لقلوه كبيره، انا بفضل ان انا افضل مزارع زي ما انا. فبيضحك زعيم الفرسان وبيقول رائع، وايضا تعرف حدودك ايضا. فبيبتسم للبطل بتاعنا بيقول لو اردت يا سيدي ان تشكرني فيا رايك تديني شويه فلوس. فزعيم الفرسان بيتوتر بيقول كل المرتزقه متشابهون جدا، فكل واحد فيهم بيدور على الفلوس باي طريقه. وزعق في البطل بتاعنا قال له امشي من قدامي دلوقتي. وبنشوف البطل بتاعنا وهو ماشي بين الجنود وبيقول في نفسه الحمد لله قدرت اخلع من الراجل ده. وبنشوفه راح عند صفوف توزيع الجوائز واللي قدر ياخد 108 عمله ذهبيه. وبنشوفه كان متضايق جدا وبيقول انا خدت الفلوس دي لاني موتت ناس، هل معنى كده ان انا موتت ناس في الحقيقه ولا لا؟ وهل سوف استمر بالعيش في المكان ده ولا لا؟ ولكن بيجي اشعار بيقول له تلك المحاكاه التدريبيه قد انتهت الان، وسيتم خصم تكاليف وضع التدريبي من المكافاه، ولم يتبقى غير 1% من المكافأة يمكنك استلامها. واخيرا البطل بتاعنا رجع للغرفة بتاعته تاني، واللي كان طبعا مستغرب بيقول ده كان حلم ولا ايه؟ واي نوع من الوهم ده؟ فانا كنت بشر ولكنه حقيقي بالضبط. ولكن بيتفاجئ بوجود عملة ذهبية في المكان، وبيفتكر ساعتها كلام الموقع لما قال له هل تبحث عن عمل لدرجة انك تبيع روحك؟ موقع السوس الخاص بتقديم النصائح حول البحث عن الوظائف هو موقع مختص لاولئك الذين يرغبون في بيع ارواحهم للعمل وجني المال مثلك تماما، وسوف نعمل بجهد لايجاد الوظيفة التي تلائمك لانكم جميعكم عملائنا المميزين. ونشوف البطل بتاعنا وفي الشارع بيقول ما كنتش اتوقع ابدا ان انا اخد الفلوس دي كلها مقابل عملة ذهبية، ده انا قدرت ابيعها ب 1070 دولار كاملين او ما يعادل 1,240,000 وون، وكان اللي شغل تفكيره ساعتها. ولكن عامة شكرا لتلك العملة الذهبية فهي خلتني معايا فلوس دلوقتي، ولكن هذا يعني أنه ليس بحلم، ومما يعني أن أولئك الناس الذين قتلتهم كانوا كلهم أحياء. وساعتها بيرن التليفون بتاعه
واللي كان موقع التوظيف سوس. ولما رد على الهاتف بدأت واحدة تقول له: صباح الخير السيد كانج، آمل أنك تتمتع بيوم لطيف، وأنا اتصلت بك لأعلم هل لديك وقت متفرغ لمقابلة اليوم، لأنه سيكون هناك بعض التوجيهات للمسجلين الجدد على الموقع، ونحن نأمل أن تحضر يا سيدي. فبعد كل شيء، ألا تريد معرفة كل شيء عما حدث بالأمس؟ وبنشوف أخيرا وصل لمقر الشركة وركب الأسانسير وصعد للدور السادس، وكان عمال يقول في نفسه: لا أعلم إذا كان القدوم إلى هنا هو الخيار الصحيح أم لا، ولكن هذا يشعرني أني قمت بعقد مع الشيطان. ولكن أهم شيء الآن أريد أن أعلم ما حدث بالأمس. وبنشوف بتفتح له الباب بنت جميلة جدا، واللي بترحب بيه بتقول له: أهلا يا سيد كانج. وطبعا البطل بتاعنا بيتفاجئ من جمالها وبيقول: ياه، دي مختلفة خالص عن اللي كانت في خيالي، لأنه مفكر إن هو هيقابل شياطين ولا حاجة. ولكن البنت دي بتفاجئه وبتقول له: يا إلهي، من سيقوم بارتداء تلك الملابس الغريبة؟ دي حتى مش من الأناقة أصلا. وطبعا البطل بتاعنا وشه بيحمر وبيقول: إيه، انت بتعرف تقراي الافكار ولا ايه؟ ولكن بتبتسم ليه وتقول له: ادخل من الباب ده، والمديره بتاعتنا تقوم بشرح كل حاجه ليك. ولكن بالمناسبه، العمله الذهبيه التي قمت ببيعها اليوم كانت تكلف 1,600,000 ين. فطبعا البطل بتاعي بينصدم ان هو اتضحك عليه، بل واللي بيزيد الصدمه بتاعته اكبر ان هم قدروا يعرفوا ان هو باع العمله، معنى كده ان هم بيراقبوه في كل مكان. فبتبتسم البت ليه بتقول له: احنا قادرين ان احنا نقرا الافكار وقادرين على ارسال البشر الى بعد اخر، فهل تعتقد ان شيئا بسيطا مثل هذا سيكون صعبا علينا؟ وبتمسكه بسرعه بتدخله الاوضه عند المديره، وبنشوف المديره اجمل من البنت اللي فاتت اصلا. فالبطل بتاعنا بينصدم وبيقول: بخلاف اي مدير انا قابلته في حياتي، فهذه الامراه تبدو مثل الاشخاص المشهورين. فبتبتسم للمديره وبتقول له: يا عليك، شكرا بمدحي. فطبعا البطل بتاعنا بينصدم وبيقول: ايه ده، هو كل اللي في المكان بيعرف يقرا افكاري؟ وبنشوف المديره بتعرف نفسها للبطل بتاعنا وبتقول: انا اسمي وسون، وانا مديره الموقع وهذه الشركه. فبيتوتر البطل بتاعنا وبيبدا يقول لها: سيدتي، هل توجد اي مشكله انني قمت ببيع روحي في نوع من انواع الصفقات؟ فبتقول له: انت على حق. فبيتوتر بطلنا اكتر وبيقول: اذا الذي تم اختباري به كان حقيقيا. فبتبص له بتقول له: نوعا ما. على العموم، فكل الذي قمت بإنهائه أمس كان مجرد دورة تدريبية فقط، وأنت ما زلت في المستوى الأول. هذه هي كل المعلومات التي أستطيع تزويدك بها. يمكنك اعتبار تجربة أمس تدريبي للمستجدين. فبيتعصب البطل بتاعنا بيقول لها: المستوى الأول تجربة للمستجدين؟ عن ماذا تتحدثين بالضبط؟ ففي المقام الأول، لماذا أنا هنا الآن؟ هل تم اختياري عشوائيا أو شيء آخر؟ فبتبتسم له وتقول له: هل تبدو لك الشركة الخاصة بنا تقوم بالتعيين بالصدفة؟ فبتبدأ تقول معلومات عن البطل بتاعنا: أفضل أصدقائك يا سيد كانج قام بسرقة البطاقة الشخصية الخاصة بك، وقام بعمل دين كبير، أوليس كذلك يا سيد كانج؟ وبعد فترة من هذا أمك قامت بحادثة خطيرة وسقطت في غيبوبة من وقتها، ولذا بالإضافة إلى الدين الذي سببه صديقك، فلقد أصبح لديك مصاريف مشفى أمك. ألا يجب يا سيد كانج أن تقول أننا على دراية بكل شيء عنك؟ فبيقول لها البطل بتاعنا: ما الذي تريدينه مني؟ وساعتها كان بيشغل تفكيره شيء واحد بس، ألا هو إن هم يتم استغلاله، وده كله طبعا عن طريق العائلة بتاعته. ولكن المديرة بتقدر تقرأ أفكاره بتقول له: لا، اللي في دماغك ده مش هيحصل أبدا، فإحنا مش هنمس العيلة بتاعتك بأي سوء نهائي. فبطلنا بيبص ليها وبيقول: سوف أعيد السؤال مجددا لك يا آنسة وهو، ماذا تريدين مني الآن؟ فبتبتسم ليه وتقول له: في الوقت الراهن نحتاج منك أن ترفع مستواك فقط. فيرد كانج بيقول: تريدون مني الرجوع لذلك العالم الخيالي الغريب؟ فبتقول له: أيوة، فأنت ممكن تعتبره لعبة بكل بساطة، فده أفضل تشبيه ممكن أشبهه بيه. فبعد كل شيء، نحن لا نريدك أن تنهار بسبب ذنب تلطيخ يدك بالدماء، فإذا دخلت ذلك البعد المخفي فسوف تتلقى مهمات معينة، وإن تفوقت في تلك المهمات فسوف أكافئك ويرتقي مستواك تماما كالمشاركة في أي لعبة. وبدأ البطل بتاعنا يسألها وبيقول لها: وهل العقد الذي وقعته معكم يشتمل كل هذه القواعد؟ وهل علي إنزال رأسي واتباع الأوامر فقط بدون حتى معرفة من يقف في ناحية أخرى من هذا العقد اللعين الذي وافقت عليه؟ فإذا لم أكتشف الدافع وراء تعليمات متعاقدي أو حتى من يكون، أتظنين حقا أني سأتبع أوامرهم؟ ألا يبدو هذا غير منطقيا قليلا؟ فبتبص له كده بتقول له: ربما أو ربما لا. شكلك كده كويس بطرح الأسئلة يا فتى، إحنا بقينا غامضين عشان نقدر نحميك وليس عشان نحاربك يا سيد كانج أو حتى نقوم بخداعك. فالكثير من المعلومات بدون مرجع بعد كل شيء يشبه تخطي الطالب الصغير التعليم والقفز مباشرة إلى الجامعة. وأكمل الكلام وهي بتقول: أقوام موازية، حقائق متباينة، وناس بين أبعاد أخرى، تحقيق مهمة عميل ما. قل لي يا سيد كانج، يعني أي شيء من تلك الأشياء شيء لك؟ وبدأت تشرح له بتقول له: المرتزق اليافع اللي كان من المستوى اف،
وهذه أقل رتبة للعملاء. فقط بالنجاة في الحصار ستتمكن من الترقية، لأن متطلبات النجاح في هذه المهمة بسيطة. ومع ذلك يا سيد كانج، المشاركة في المزيد من حصار تلك القلاع ينتج عنه التأهل للمزيد من الترقيات. وإن تعمقت أكثر واستطعت إدراك مستويين إضافيين، سوف ينتج عن ذلك التأهل لآخر مكافأة لك، ألا وهي السعي للرقي. متأكدة أن العديد من الأشخاص سيكونون ممتنين لتوقيع عقد معي. بدأ البطل بتاعنا يقول في نفسه: ولهذا صعب التصديق، ولكني لا أستطيع سوى الإحساس أنها لا تكذب أبدا. ولكن إن كان كل هذا حقيقي، فإذا هذا يعني أنني سوف أقتل الأشخاص الحقيقيين. فبتبتسم للمديرة وبتقول له: مقارنتك مع الموضوع الذي أقحمت نفسك فيه، يبدو أن لديك تفكيرا حساسا جدا، ولكن ذلك منطقي للغاية. فتفكيرك كذلك هو من أدى لإنشاء هذا العقد، وربما لا يوجد أكثر متعة من أي شيء تقدمه المكافآت في انتظارك لإكمال مهمة عميل بنجاح. فساعتها بيتوتر البطل بتاعنا وبيقول: العملة الذهبية تساوي 1,600,000 وون، وهذا مبلغ كبير جدا ويستطيع تغيير حياتي بالكامل. فبتلعب المدير على الوضعية دي وبتقول له: اعتمادا على العميل، فمكافأة المهمات قد تكون كاختلاف الليل والنهار، ولتصبح مليونيرا بين ليلة وضحاها خيار محتمل دائما في هذا النوع من العمل. فبطلنا بيسألها وبيقول لها: طب ايه اللي هيحصل لو مت او حصل فشل في المهمة؟ فبتطمنه بتقول له: لو مت في الوقت ده فانا مش عاوزاك تقلق نهائي، فانت هتكون بخير جدا، ولكن مع ذلك سوف نكون ممتنين اذا لم تعتبر ذلك كتصريح لتقوم بما يحلو لك في جسد العميل. فبعد كل شيء، هؤلاء العملاء الذين نستحوذ على اجسامهم هم زبائن قيمون جدا بالنسبة لنا، مثلك تماما يا سيد كانج. اولا تجد ذلك مقلقا جدا اذا قام احد بالعبث بحياتك بدون اذنك، وايضا اكبر عقوبة في الفشل في اي مهمة ستكون انزالك رتبة منخفضة. فبيفرح البطل بتاعنا بيقول بس. فساعتها المديرة بتضحك له وبتقول له: لما تقضي المهمات بنجاح فده هيخلي المستوى بتاعك يكبر، ولكن لما تفشل في مهمة هيقل المستوى بتاعك، وده طبعا هينعكس على المكافأة اللي انت تاخدها. ولناس ذو المستويات العليا مهتمين جدا بعدم النزول لأي درجة لكي يحافظوا على الأموال الذين يأخذونها. ودلوقتي البطل بتاعنا في المستوى الأول، وعشان كده خد 1% من الجايزة، وطبعا كل ما ازداد المستوى بتاعه فهو هياخد نسبة أكبر بكتير من الجايزة. عشان كده يا مهم يا جدعان المستوى ده جدا لحد ما توصل للمستوى ال100، وده هيخليك تاخد 100% من الجايزة. وبطلنا كانجي بيتوتر وبيقول: ده يعني ان انا ممكن اخد فوق ال 100 مليون وون. فبتقول له المديره: مخاطره كبيره تعني مكاسب كبيره، فاذا كانت المكافاه تناسب مع مستوى العميل ونسبه المكافاه زادت بسبب اجتياز المهمه بنجاح، فده كله هيصب بصالحك بالنهايه. فعملائنا ذوي المستويات العليا هيقوموا بكل حاجه عشان بس ما يخسروش اي مستوى من التقدم بتاعهم. فبيتحمس البطل بتاعنا بيقول: لو كان الكلام كده، فلو انا اصبحت ذو المستويات العليا فانا ممكن احقق 100 مليون وون اكيد. ولكن بيقف للحظه وبيقول: ولكن معنى ده ان انا اخد فلوس مقابل ان انا اقتل البشر. فبتهدي المديره بتقول له: كره نفسك يا سيد كانج لن يحل المشكله ابدا، ففي نهايه اليوم فسيكون الشكر لك لانك استطعت العوده الى المنزل بامان. فكر بهذه الطريقه دائما يا سيد كانج. ففي هذا العصر الذي يتحدث المال فقط، الحصول على المال معناتها النجاه، ونستطيع القول أنها غريزة النجاة، ويوجد مهمة ستبدأ قريبا، فما رأيك بتجربتها يا سيد كانج؟ فبيفكر شوية بيقول لها: المرة دي المهمة أعمل فيها إيه؟ ولكن على طول بينتقل على طول للمهمة قبل حتى ما يعرف هي بتتكلم عن إيه. ومن هنا يا جدعان تبدأ المتعة الحقيقية للقصة. فجهز نفسك يا عزيزي المشاهد للدمار اللي جاي. فده كله كان تمهيد بس عشان افهمك الاحداث. بنشوف احد الفرسان اللي كان هيقضي على البطل بتاعنا، ولكن بنلاحظ ان هو رمى الفاس بعيد عنه، وساعتها البطل بتاعنا بيطمن ان هو لسه عايش. فبيبتسم للراجل ده ويقول له: من الافضل ان تنتبه يا سيد الفارس، فلقد فعلت احد الفخوخ. واللي بنشوفه فعلا حمام من احد السهوم. وطبعا البطل بتاعنا كان مصدوم من حجم الفاس اللي هو ماسكه. وبنشوف بقى الفريق واللي انضموا ليهم وبيقولوا كعادة الزعيم بتاعنا طبعا جامد في كل حاجة، ولكن يعني بيحسدوا الواد وبيفعل هو رخر فخ بيطيح على الارض. وفي الوقت ده بتبدا شعار النظام بالظهور وبيقول له: انت دلوقتي في جسم واحد اسمه يوري يبلغ من العمر 24 عاما، ومهمتك هي البحث عن ابن الكونت ارثر. ويفتكر البطل بتاعنا كلام المديره لما قالت له: لما بتنتقل لعالم تاني فانت بتفضل بنفس الشخصيه بتاعتك، ولكن كل الشخصيات اللي حواليك بيشوفوك بالشخصيه بتاعتهم، الا وهي شخصيه صاحب الجسد اللي انت واخده، واحنا عاوزينك تتعامل معاهم اكنك الشخصيه اللي انت واخد جسدها، واكن دي حياتك ودول اصدقائك. ولكن ساعتها البطل بتاعنا بيقف حزين وبيقول: ولكن هيحصل ايه لو قتلت ناس تانيين؟ ولكن بيفتكر الاسره بتاعته وان هو محتاج جدا للفلوس، فقرر حين ان هو ينهي المهمه دي بنجاح. وبدا ساعتها يقول لاصدقائه بحماسه: فلنبحث عن ابن الكونت يا رفاق. وبدا يقول ان ذكريات ذلك الجسد تتدفق في عقله: لقد كنت ابن الفارس، ومنذ ان ولدت كنت اعمل بدون راحه لاصبح فارس مثل والدي، ولكن بعد اصطدام امي باحدى عربات النبلاء حياتي تغيرت تماما للأسوأ.
فلقد فقدتها الى الابد. ومن بعد ادمن والدي الكحول ومرضت اختي الصغرى من بعدها، واصبح عتق كل هذه العائله علي الان. وبدون التفكير الكثير اشتركت في الحرب هذه، وبالمجهود والحظ تمكنت من ربح الكثير من المساهمات بالفوز. ولكن وللأسف كل تلك المساهمات تم نهبها مني، وتم إسنادها إلى القائد الخاص بي، والعملات التي جمعتها لم تكون أبدا كافية لعائلتي. ولكن في تلك اللحظة عندما كنت فاقدا للأمل تماما، جاء أحد النبلاء وأمرني أن أبحث عن ابنه وأحضره إلي، وإن نجحت في تلك المهمة فسوف يعطيني مكافأة كبيرة، وأيضا سيكون داعما وسندا لي. وأنني إذا لم أستطع إحضار جثة ابنه فيمكنني إحضار خاتمه فقط، ودي طبعا فرصتي الوحيدة اللي هتخليني أقوى بكتير. وبنرجع بقى للبطل بتاعنا وهو نايم في وسط المعسكر بتاع أصحابه، واللي كان عمال يقول اللعنة ده أنا مش قادر أنام خالص بسبب تلك الذكريات المؤلمة. وبيقول بعد التفكير بالأمر في هذه العائلة، فهذه العائلة مشابهة جدا للعائلة الخاصة بي، فالأم المريضة والأب المدمن والأخت الصغرى كل ده زي بالظبط. لربما يوجد سبب، ولكن يبدو أنهم يحضرون تلك الشخصيات لي لأني أشبههم كثيرا. وفي الوقت ده بيسمع صوت قتال قوي جدا قريب منه، واللي ساعتها بيصحي اصدقائه بيقول لهم قوموا دلوقتي احنا بنتعرض لهجوم. وساعتها بنشوف احد اعضاء الفريق واللي كان عمال يقاتل مجموعه من الوحوش لوحده، ولكن شكله كده جاب نهايته مع الوحوش دي، واللي كان طبعا تعب بسبب مبارزه كل الوحوش دي مره واحده. وفي الوقت ده بيتدخل البطل بتاعنا وبينقذه، ومن بعدها بنشوف الفريق كله حاضر في المكان، وكانوا متعصبين جدا على الولد من الفريق ده، وبيقولوا له انت جبت الوحوش دي كلها المقرنا يا غبي، ايه رايك تشرح كل حاجه دلوقتي؟ فساعتها بطلنا بيقول لهم سيبكم من الكلام ده دلوقتي، اهم حاجه نخلص من الوحوش دي بدل ما تخلص علينا. فساعتها قائد الفريق واللي لابس احمر ده بيقول حسنا فلنفعلها الان بطريقتنا، واللي فعلا بنشوف كل واحد فيهم اتجه على الوحوش بكل قوته، واللي طبعا كل واحد بدا يستخدم المهارات بتاعته، وكل واحد منهم موت شويه حلوين. وبينما كان البطل بيقاتل الوحوش كان عمال يقول طبقا لتلك الذكريات صاحب هذا الجسد، فلو كانت ذكرياته صحيحه فانا في الكهف ده من 4 ايام. وعشان كده حركات الفريق شكلها غبيه جدا، لانهم متعودين على حرب البشر وعمرهم ابدا ما حاربوا الوحوش، والسبب في مجيئهم معي الى هنا لاني طلبت المساعده منهم. واللي كان القائد بتاعهم اللبس احمر ده بيقول لقد انقذت حياتي يا سيدي من قبل، وبالتاكيد سوف اقدم لك المساعده. وبنشوف البطل بتاعنا بيأمر احد اعضاء الفريق وبيقول له انا هامن ليك المكان وعايزك تطلع فوق الصخره الكبيره دي وتفضل تستخدم مهاراتك في الرمي وتخلص عليهم كلهم وتحمي ظهرنا. فالولد بيتحمس للفكره بيقول له دي مش فكره وحشه نهائي، وبنشوفه فعلا نجح في الصعود على الصخره، واللي بدأ بسم الله ما شاء الله يصطادهم واحد واحد. ولكن بقى عند قائد الفريق اللهبل ده واللي كان خايف من الوحوش جدا ومش عارف حتى يموتهم، وحاول البطل بتاعنا يساعده بيقول له انت لو فضلت كده ياكلوك يا غبي، حاول تضربهم باي حاجه. وساعتها البطل بتاعنا امر باقي الفريق ان هم يروحوا يساعدوا القائد المجنون ده، ولكن في الوقت ده بيتشجع القائد وبيبدا يموت في الوحوش، واللي ما شاء الله كان نازل فيهم ضحك جامد، والحمد لله قدر الفريق يخلص على كل الوحوش. وساعتها في الوقت ده بيبتسم احد افراد الفريق وبيقول يا زعيم لماذا اشعر ان السيد الفارس افضل منك بكثير في القياده؟ فبيضحك الزعيم واللي ما كناش عارفين وشه من قفاه، وكان عمال يقول بالطبع فالشخص ده استطاع انقاذ حياتي فيجب ان يكون افضل مني بكثير. ولكن بيلاحظ كانج ان زعيم الفريق تمت اصابته باحد السموم المليانه بالسم، وفي الوقت ده بيلقى الزعيم على الارض من شده التعب، فبيصرخ كانج في احد اعضاء الفريق وبيقول له اضع الزعيم سنباد ارضا وقلعه لبسه حالا ودور على اي اصابات في جسمه. وفي الوقت ده بيظهر اشعار من النظام بيقول له تنبيه مهمه جانبيه الان، عليك التاكد من سلامه جميع اعضاء المرتزقه ونجاح المهمه سيزيد العموله بنسبه 10%. فبيقول كانج في نفسه يعني دلوقتي مش عليا ان انا اقلق من الوحوش خالص، لكن اهم حاجه دلوقتي ان انا اقلق على سلامه الاعضاء. فساعتها كانج بيأمر احد اعضاء الفريق بيقول له عاوزك دلوقتي تروح تدور في المهام بتاعتنا عن اي حاجه نقدر نستخدمها في علاج الزعيم. وبيقول له الولد الاشقر ده انا وجدت له اصابه اخيرا وتمت اصابته بسم مسمم، ولكن الحمد لله السم ما توغلش لجسمه. وبنشوف محاوله الولد ده باخراج السم من جسم الزعيم، ولكن البطل بتاعنا بيوقفه بيقول له انت بتعمل ايه؟ انت مش عارف ان كده خطر على حياتك وحياته؟ فرد عليه الولد وقال له يعني نسيبه يعني يموت ولا ايه؟ وبدا البطل بتاعنا يمسك جرح الزعيم وبدا يدوس عليه عشان يخرج الدم الفاسد منه، واللي كان طبعا الزعيم عمال يصرخ جدا، واللي كان عمال يقول له بالراحه يا ابني هتموتني في ايدك. وبنشوف الولد السمين جاب كحول وبيقول له ينفعك الكحول ده في اي حاجه؟ فبيرد على البطل بتاعنا بيقول له الكحول ده هيخلي الدم بتاعه يجري بسرعه جدا، وده اللي هيتسبب في انتشار السم في كل مكان، ولكن هاته فمن الافضل استخدامه لتنظيف الاصابه. وبعدها بنشوفه بيكب كل الكحول على الاصابه، واللي طبعا الاثنين التانيين كانوا مستغربين وبيقولوا هو دلوقتي استخدم الكحول وتم تعقيم الجرح ولا ايه؟ فبيرد عليه الولد ابو شعر اشقر وبيقول له انا اتاكدت دلوقتي ليه كل اللي عالجهم ماتوا، الولد ده شكله مجنون جدا. فبيقول البطل بتاعنا في نفسه دي كل اللي انا اعرفه عن الاسعافات الاوليه ومفيش حل نهائي غير ان انا الاقي مضاد حيوي.
وبيفتكر البطل بتاعنا من ذكريات صاحب الجسد ده ان هو موت حد قبل كده بسبب استخدام ترياق خاطئ، وبيتوتر وبيقول لو استخدمت ترياقا خاطئا اخر فسوف تنتهي هذه المهمه بالفشل. وساعتها البطل بتاعنا بيبص للترياق اللي في ايده وبيبدا يقول انا لازم احكم على الموقف ده بشكل جيد. وسأل الواد الأشقر وبيقول له أي نوع من الترياق هذا ومن أين حصلت عليه وما اسم سم التعبان المستخدم فيه. فالاتنين طبعا بيبلموا وبيقولوا لنفسهم هو بيتكلم عن إيه. فالولد الأشقر بيقول له احنا مش عارفين والله انت بتقول ايه، بس انا رحت للصيدلاني قلت له انا عايز ارخص ترياق عندك فراح عطاني ده، ما ينفعش معاك ولا ايه؟ هو يا ابن حلاوه يا ابني. فساعتها كانج سابه من العالم مجانين دي وبدا يفتش في الحقيبه، واللي فعلا قدر يلاقي احدى الاعشاب الطبيه واللي طبعا بيتم استخدامها كمضاد حيوي قوي. فبدا بوضع تلك الاعشاب على جرح الزعيم ومن بعدها بدا باللف عليها. فطبعا هم قاعدين جنبيه بدا اعضاء الفريق يسالوه بيقولوا له هو كده يعيش ولا ايه؟ فبيطمنهم كانج وبيقول لهم بمعرفه سنباد ده اسم زعيم الفريق يا جدعان، فهو يستيقظ بسرعه ما تقلقوش. فبيقول الواد الاشقر بالطبع، فلو كان في حاجه الزعيم كويس فيها فهو ان هو يكون عنيد جدا. وفي الوقت ده بيسال كانج البطل بتاعنا الولد اللي شعره اسود واللي بالمناسبه اسمه برازيليوس، وبيقول له دلوقتي انا عايز اعرف اعترافاتك دلوقتي، وقول لي دلوقتي اعذارك وايه اللي جاب الوحوش ده عندنا، وايه اللي خليك تصحى كده في منتصف الليل، وكنت بتعمل ايه في الوقت المتاخر ده؟ فالواد طلع من جيبه احدى الخرايط وبيقول له انا عايزك تبص على الخريطه دي، الخريطه دي مرسوم فيها احدى السلالم ودي اللي هتوديك عندنا فيها تحت الارض، ولكني قلبت المغاره دي بالكامل ولم اعثر على تلك السلالم ابدا، وبينما كنت ابحث في منتصف الليل وما كنتش عايز اصحي اي حد فيكم عشان انا عارف ان انتوا تعبانين جدا ولم تناموا منذ 4 ايام، فقررت ان انا ادور على السلالم دي لوحدي، ولما كنت بدور فعلت فخ بالخطا ولقيت الوحوش دي كلهم ظهروا قدامي. وبعد ما بيتناقشوا شويه كده في الخريطه بيقولوا ان احنا لازم نمشي دلوقتي للامام ومن ثم ننحرف الى اليسار والمفروض هنلاقي السلالم هناك. فالولد برازيليس بيقول لهم والله يا جدعان انا رحت دورت في كل حته وما لقيتهاش نهائي، وراح اصحابه نازلين في ضرب بيقولوا له اسكت مش عايزين نسمع صوتك خالص، انت السبب في الزعيم دلوقتي فيه. ولكن البطل بتاعنا بيهديهم وبيبدا يقول لهم طيب يا جدعان خليكم انتوا هنا احرسوا المكان ده وانا اروح انا وبرازيليوس نتاكد من السلالم، واللي طبعا الواد ما خلوش في حته سليمه. وبنشوف البطل بتاعنا وبرازيليوس واللي كانوا عمالين يدوروا على السلالم واللي ما لقوهاش في الاخر. فضل برازيليوس يقول له يا عم انا قلت لك ما فيش اي حاجه هنا، انا دورت كويس جدا، ممكن الخريطه دي تكون مخطئه ولا حاجه او ان المغاره شكلها اتغير من جوه، فانت برضه عارف ان عدى كتير جدا من الوقت. فساله كانجو قال له قول لي دلوقتي انت جبت الخريطه دي منين؟ فبرازيليوس قال له والله انا لقيتها في شنط القائد بتاعنا واللي اداها له كنت ارسل قبل ما نجي هنا. وبعدين كانج بيفضل يبص للخريطه بيقول طالما كنت هو اللي اعطاها لنا فاكيد الخريطه دي سليمه جدا ولابد ان توجد السلالم هنا. ولكن برازيليوس مش بيصدق النهائي وبيقول يا عم قلت لك انا دورت في كل حته وما لقيتش والله ولو سلمه واحده. ولكن البطل بتاعنا بيلاحظ حاجه وبيقول له يا برازيليوس انت مش ملاحظ حاجه غريبه في الارض دي؟ فبرازيليوس طبعا مش بيفهم قصده بيقول له انت قصدك ايه؟ فالبطل بتاعنا قال له الا تجب ان تكون الارض مسطحه بسبب ارجل المسافرين، ولكن الارض هذه ناعمه جدا، ولكن برايك دلوقتي المكان اللي المفروض نلاقي فيه السلالم مختلف جدا عن باقي الغاره، تفتكر السبب ايه؟ ولو برازيليوس بيقف كده اللحظه بيقول دلوقتي بعد ما فكرت في الامر فانا مش لاقي رواسب في المكان واللي المفروض تكون موجوده بسبب قتل الوحوش. فالبطل بتاعنا بيبص لفوق بيقول له يا برازيليوس بص الاعلى دلوقتي، واللي بنكتشف ان السلالم موجوده في السقف. واللي طبعا برازيليوس بيستغرب وبيقول له هو مين المجنون اللي يبني سلالم في السقف؟ دلوقتي احنا هنطلعها ازاي دي؟ البطل بتاعنا بيقول هم مش ممكن ابدا يبنوا سلالم في السقف يا غبي، اكيد ده سحر. وساعتها بطلنا بيفتكر وبيقول هناك طريقه لتعطيل السحر في ذاكره صاحب هذا الجسد، ولكن الخطه دي تنجح ولا لا يا ترى؟ وبنشوف كان بيرمي السيف من ايده ناحيه السلالم واللي فعلا اخيرا بيتم كسر السحر ده وبتظهر السلالم على الارض اخيرا. وبيقول كانج في نفسه تلك خريطه عطاها لنا الكونت فلا بد وانه كان متاكد ان ابنه كان في هذه المغاره. فبيفتكر كانج ذكريات يوري ولما كان متقابل مع كونت فساعتها كنت قال له هل انت يا سيد فارس يمكنك احضار ابني فاذا كان ميتا بالفعل واحضر الخاتم على الاقل ولا بد من وجودي معه في يده. وفي الوقت ده كنت اراد الخاتم اكتر من ابنه بكتير، فيا ترى ايه السبب؟ ولكن ربما اكون مخطئا ولكن يوجد خطب ما حيل ذلك، فانا مش عارف اصدق الكونت ده ابدا. وبنشوف كانج راح للمعسكر وبدا بيسال كل اعضاء الفريق وبيقول لهم انا عايزكم تقولوا لي دلوقتي كل حاجه تعرفوها عن ابن الكونت. فصاحب الاشقر بيبدا يقول لا يجب علينا اخفاء الامر عليك بعد ان عثرنا على السلالم، لماذا اصبحت جادا هكذا؟ فاكد عليهم كانج بيقول لهم في حاجه غير طبيعيه يا جدعان، انتوا متاكدين انتوا ما تعرفوش اي حاجه؟ فساعتها الاشقر بيقول له تحت تعليمات الزعيم السنباد وجدنا بعض الاشياء ولكن لقد حققنا بالفعل عن السيد الذي تخدمه ونحن متاكدين انك تكره هذه الافعال. فساعتها اتعصب عليهم البطل بتاعنا وقال لهم ده اول مره اسمع الكلام ده منكم،
انتوا ليه ما قلتليش من الاول؟ فبيبدا يشرح عليه وبيقولوا له بدون ذكر انها مجرد اشاعات، فلا بد وانك سوف تقوم بالغضب علينا. انت نسيت ولا ايه؟ انت قلت لنا قبل كده ان انت مش عايز تسمع اي شائعات نهائي، وان انت بتشوف نفسك ان انت ما ينفعش تحكم على اي حد من خلال الشائعات فقط. ده اللي انت قلته لنا، ولا انت نسيت ولا ايه؟ واللي كان بيقول الكلام ده الولد برازيليوس بيهدي في كانجو بيقول له لا ما تقلقش خالص، الوضع اتغير دلوقتي، انا عايزك تقول لي دلوقتي كل اللي حصل. فبدا يحكوا له بيقولوا له السيد الذي تخدمه الكونت ارثر لديه ابن وابنه، ولكن كانت تتواجد الكثير من الشائعات مؤخرا. الناس اصبحوا يقولون كيف أن الكونت أرثر اتخذ خادما يمتلك من العمر 20 عاما، ودي ما كانش من صفات النبلاء نهائي، لأنهم كانوا بياخدوا خدم كبار في السن شوية. ولكن بيكملوا كلامه وبيقولوا ولكن ليس أي خادمة، بل كانت خادمة مع طفل صغير. ليس فقط غريب أنهم قاموا بتعيين خادمة مع الطفل، ولكن الخادمة كانت تعيش حياة جيدة جدا. والولد الأشقر بدأ يقول فمن المستحيل أن يشك الناس في هوية والد الطفل. وهذا البطل بتاعنا يفتكر لما كنت قال له إذا كان ميتا فعليك بإحضار الخاتم على الأقل. وكمل تفكيره بيقول لماذا أفكر بالاستمرار في هذه الكلمات؟ فماذا إذا كان لديه الآن طفل، والفتى الذي تم تربيته ليكون خليفته منذ 20 عاما أصبح الآن قبيحا لهذا المنصب، ولكن بيحاول يشيل الأفكار دي من دماغه بيقول هذا مستحيل، فده غير طبيعي جدا. فكمل الواد الأشقر كلامه بيقول سيد فارس هل تفكر إذا كانت المهمة تقارن مصير الخليفة للكونت أم لا؟ ساعة البطل بتاعنا بينصدم وبيقول انتوا كنتوا برضه بتفكروا بنفس الحاجه دي ولا ايه؟ وبدا يزعق لهم وبيقول لهم هل كنتم تفكرون في هذا منذ البدايه؟ الا تعلمون يا حمقى كم هو خطر التدخل في امور النبلاء؟ ولماذا اذا قررتم مساعدتي وانتم تعلمون كل هذا؟ ولربما سيتم تعذيبنا او يتم قتلنا في النهايه، فلن يضمن احد ابدا ما سوف يحدث لنا. فساعتها الابطال دول بيشجعوا بيقولوا حسنا نحن نستطيع القلق عندما يحدث شيء، ولكن الان لم يحدث اي شيء، لا يوجد سبب للغضب بشانه. فمهمتنا هي الثقه واتباع سنباد زعيمنا كلنا. والزعيم قال انك رجل شريف، وانك اذا اردت المساعده سوف يكون هناك من اجلك بالتاكيد. وبيبتسم الواد الاشقر وبيقول فكل هذا يكفي بالنسبه لنا، فاذا كانت المهمه الصالحه وغير الصالحه فهذا لا يهم ابدا. فاكمل على برازيليوس وبيقول له زعيمنا كان الشخص الذي اقحمنا في هذا، فيمكنك شكره بدلا منا على اننا رضينا ان احنا نقدم المساعده ليك، على الرغم من معرفه ان المهمه هذه صعبه جدا. وفي الوقت ده بيصحى الزعيم اخيرا، واللي كان طبعا بيتالم جدا بسبب السهم ده، وبيبتسم ليهم وبيقول لهم انتوا حزنانين كده ليه؟ ولكني مت يا جدعان، والله انا لسه عايش ما تقلقوش يعني. فكلهم طبعا بيضحكوا ان هو لسه عايش الحمد لله. ومن بعدها بياخدوها اخيرا للسلم، وزعيمهم سيمباد ده كان عمال يضحك وبيقول بالتفكير ان السلالم كانت مغطاه بالسحر، فدي حاجه مذهله جدا. وبعدها بدا الزعيم يتقدم ويدخل للسلالم، وكان عمال يقول هل تتوقعون انه كان احدا من رفاق ابن الكونت او من فعل تلك التعويذه السحريه؟ فاذا كان كذلك فاحنا لازم نتسرع دلوقتي. وبيقول له برازيليوس وبالمناسبه يا جدعان احنا نسينا اهم حاجه، احنا دلوقتي ما نعرفش شكل ابن الكونت ده عامل ازاي، ولما نقابلهم دلوقتي فاحنا نعرفه ازاي يا جدعان دلوقتي. وبيقول البطل بتاعنا يا عم ما تقلقش خالص، هتلاقي اكيد لابس لبس نظيف جدا مش زينا كده لبس مشردين، وهو ابن الكونت بعد كل شيء. وبنشوف عند فريق ابن الكونت واللي وقفت احدى فتيات الفريق وبتقول انا حاسه ان في حد بيراقبنا وبيجي ورانا. فبيقول لها صاحبها اللي شعره احمر شكله كده بيتبعنا بعد الحمقى، انا عاوزك تنساهم وتكملي مشي معانا. وساعتها بيقول العجوز اذا كان شيئا اسيلا قالته فيجب ان يكون شيئا حزينا. فبيقول له صاحب ابو دقن يا عم ما تكبرش الموضوع كده، فلو كانوا بعض الحمقى يبحثون عن ابن الكونت فسوف نتولى امرهم بالتاكيد وسنقضي عليهم بالكامل. وبنشوف فيما بعد اجتماع ابن الكونت واصدقائه، واكتشفوا اللي عمل ابطالنا الا وهو تحطيم سحر السلم. وحينها تاكدوا يقينا تاما ان هناك احد يتربص بهم، وقرروا ان هم يحطوا فخ لابطالنا عشان يستطيعوا القضاء عليهم بالكامل. فهل يا ترى سيمكنهم خداع ابطالنا ام لا؟ ده اللي نعرفه دلوقتي عزيزي المشاهد. وبنشوف فريق البطل بتاعنا لما وصل للمكان، ولاحظوا ان هو تم تنظيف المكان من الجثث اللي كانوا لسه مخلصين عليها من شويه قليلين. وحين يتأكدوا يقينا تاما أن ابن الكونت قريبا منهم، وبنشوف بقى زعيم الفريق واللي فضل يضرب في الجثث الغيلان عشان كان متضايق منهم جدا بسبب السم اللي تم إصابته بسببهم. فطبعا بطلنا كان مستغرب وبيقول له أنت بتعمل إيه يا ابن المجنونة؟ حد يضرب برضه في جثث ميتة على أساس إن هم سامعينك يعني؟ فراح صاحبه الاشقر رد عليه وقال له يا عم سيبه خليه في حاله، اصل هو عنده ام وحيده في القريه وهي عايشه على المال الذي يرسله اليها. وعلى فكره خلي بالك على الرغم ان انت شايفه مجنون ولكنه بار جدا بامه،
فبيفتكر البطل بتاعنا امه اللي موجوده في المستشفى واللي اشتاق ليها جدا. وساعتها كانج كان مستغرب جدا من الفرحه اللي موجود عليها الزعيم، وسال الزعيم وقال له: يا زعيم، انت تعمل كمرتزقه وده بيعرض حياتك جدا للموت، فقال بعد ده كله انت لسه بتبتسم من قدام الحياه؟ لا وفوق كل ده برضه لسه بتفكر في امك؟ فبيبص له الزعيم وبيقول له: ما قداميش حاجه غير كده عشان اقدر اكسب المال، وبرضه انا مش لوحدي يا ابني، فجميع هؤلاء الرفاق يعملون لاسباب مشابهه. فبنشوف الولد السمين بيقول: انا بعمل واخوتي يعملون كجنود وامي مريضه، فالفقر خطيئه يا فتى. واتدخل الولد الاشقر وبيقول: لقد كنت اعيش طول حياتي بمفردي حتى قامت مجموعه من اللصوص بالهجوم على منزلي. وبيدخل الولد برازيليوس في الكلام وبيقول: لدي الكثير من الاشخاص لدعمهم، فلذلك ضروري جدا من اجل كسب المال. فبيقول بطلنا كانج في حزن: لماذا هؤلاء الرفاق لديهم حياه سيئه الحظ ايضا، وبالرغم من كل هذه المعاناه ما زالوا يضحكون امام الناس؟ وكان بيفتكر المعاناه اللي عانها جدا في حياته، واللي كان حاسس بالبوس وما كانش بيبتسم خالص. وبيلاحظ زعيم الفريق ان البطل بتاعنا حزين، فبدأ يطمنه بيقول له: يا يوري، إذا حدث شيء لك لا تقلق نهائيا، فسوف أتأكد من إرسال أموالك لعائلتك. فبترجع الحماسة لبطلنا وبيقول لهم: إذا خسر كل شخص حياته في المكان فسوف أعتني بعائلتكم جميعا، وسوف أعتبرهم كعائلتي وإلى الأبد. فبيدخل الواد الأشقر في الكلام وبيقول له: على فكرة من السهل إن أنت تقول كده، ولكن لو حصل حاجة زي كده فيكون ده كبير عليك جدا، وده اللي هيؤدي بك للهروب في النهاية. فبيحاول كانج يهدي فيهم وبيقول لهم: طب إيه رأيكم إن إحنا نعود كلنا احياء، وده كله طبعا عشان من اجل اموالي، لان انتوا كده تخلونا فلس يا جدعان. وبعدها بيلاحظ بطلنا ظهور اشعار من النظام بيقول له: اعضاء الفريق بيشعروا بالثقه الزائده منك، وده اللي هيخلي سرعه الفريق تزداد بنسبه 25%. فطبعا بطلنا كان فرحان جدا لانه كده هيقدر ينهي المهمه دي بسرعه جدا. وبنشوف ابطالنا اخيرا وصلوا لابن الكونت، وكان فريق ابن الكونت مستنيهم في اعلى الجبل، ورجل ذو اللحيه الحمراء ده اللي معرفش اسمه لحد دلوقتي يا جدعان بدا يقول: الناس دول جايين بجراءه جدا عندنا كده ليه؟ فبيقول لاخوه اللي شعره احمر ده: المجموعه السابقه كانت مختالين، فيا ترى ما نوع عمل هؤلاء كالمرتزقة؟ فأنا أرى أنهم يبدون كالحمقى، ألا تعتقد هذا يا صديقي؟ فبيرد على الرجل ذو اللحية ده: ما تستسهلش الموضوع كده، فالأشخاص ذو الوجه البريء هذا يتغير شكلهم تماما إذا أرادوا هذا. فرد عليه الولد أبو شعر أحمر ده: أنا بعتقد أن هؤلاء الأشخاص من المحتمل أنهم ليسوا لديهم أي علاقة بليو. فبنشوف زعيم الفريق بيقول: يا هذا، هل تعرف شخصا يدعى ليو؟ فبيبص له الولد ابو احمر ده ويقول له: يا انتوا عايزين ايه من ليو؟ فبيبتسم ليهم بطلنا بيقول لهم: اخيرا وجدناكم، بل كنت ارسل يتمنى عوده ليو لمنزله، اخبرونا الان اين هو؟ فبنشوف الراجل ذو اللحيه بيقول: يا لهم من اغبياء جدا، ده بيكشفوا كده ان هم تبع كنت ارسل بكل سهوله. فبنشوف فريق بطلنا عمالين يقولوا: تصرفات الناس دي غريبه جدا. فبيتكلم بطلنا بيقول: لو سمحت ممكن اتكلم مع ليو؟ فالبنت من الفريق الاخر بترد عليه وبتقول له: للاسف والله هو مش بيتكلم مع كلاب زيك. وبيكمل صاحبها على كلامها وبيقول: اذا لم تريدوا ان يتم ضربكم مثل المجموعه السابقه فمن الافضل لكم ان تذهبوا من المكان حالا. فبيتعصب على زعيم الفريق وبيقول له: انت بتقول علينا كلاب ولا ايه؟ ده احنا لسه متقابلين يا دوبك يا عم. فبنشوف الولد الاحمر ده بيضحك وبيقول: شكلك كده بتخططي ان انت تستخدمي الفخ عليهم مش كده؟ فبترد صاحبته عليه وبتقول له: والله لو استسلموا عن فكره عوده ليو لابوه وان هم يودوا للجحيم ده تاني فانا ممكن اخليهم يعيشوا على قيد الحياه. وساعتها بنشوف تقدم البنت دي بتشاور وبتقول: تفعيل الفخ الان. واللي بنشوف ظهور احد وحوش الغوليان في المكان، واللي بدا على طول بمهاجمه فريق بطلنا، وامرهم زعيم الفريق ان هم يصوبوا على النخاع على طول لان ده اضعف جزء فيهم كلهم، ولكن بياخد له ضربه بتوديه 7 متر بعيد. فساعتها بطلنا صرخ فيهم وقال لهم: انتوا ليه بتعملوا معانا كده؟ انتوا ليه بتهاجمونا بدون اي سبب كده؟ فيبصوا له البنت وبتقول له: انا عايزاكم بس تمشوا من المكان وانا اخليكم على قيد الحياه. فبيقول لها بطلنا: يا انت، يبدو ان هناك سوء تفاهم بيننا هنا، أولم تقول الآن أنك رفيقة ابن اللورد؟ فلذلك فنحن حلفاء، فلماذا الآن تهاجمينا؟ فلقد أمرنا من اللورد أرسل شخصيا بأن نسترجع ابنه إلى منزله. فبتتريق عليه وبتقول له: دي حاجة هراء خالص، أخبر ذلك كنت أرسل أن يتوقف عن التظاهر الجنوني بأنه الأب المثالي وانه يحاول قتل ابنه. فطبعا فريق بطلنا بيستغربوا بيقولوا: ده مستحيل طبعا، فازاي في واحد عاوز يقتل ابنه؟ وساعتها بطلنا بيحط سيفه في الارض بيقول: يا هذه، توقفي الان، هل ما تقولين حقيقه حقا؟ وهل انت متاكده ان الاب هو الكونت ارثر؟ فيبص له بنته بتقول له: يا لو من ازعاج يا فتى، هل تتظاهر بالغباء يا مامي او انك حقا لا تعلم؟ فبيقول لها كانج: اولا، هل ليو بامان الان ام لا؟ فبيطمنوا ان هو في امان دلوقتي، ولكن بسبب امثالكم القتله لا اعلم ماذا سوف يحدث في المستقبل.
فساعتها حاول فريق بطلنا يقول لها ان هم مش قتله خالص وان هم جايين يرجعوا ليو لابوه. فساعتها البنت قالت لهم الفريق السابق قال نفس الشيء ولكنهم جميعا هاجمونا في اللحظه التي وجدوا فيها مخرجا وان لم نكن موجودين فعلا فلكان اللورد ليو ميتا الان. فبيستغرب بطلنا وعمال يقول في نفسه ما تقوله تلك الفتاة بصحيح، فإذا هذه المرة لم تكون مرة أو مرتين بل أكثر من مرة لمحاولة قتل ابن اللورد. وكان البطل بتاعنا متشتت جدا وعمال يقول أي واحدة هي الصحيحة؟ هل قصة اللورد أرثر هي الصحيحة أم قصة تلك الفتاة الآن؟ أو السبب في رغبة الوالد في إيجاد ابنه وقتله؟ هؤلاء الرفاق يحمون اللورد الآن، ولكن لو افترضنا أن كل هذا خاطئ فبنشوف البنت بتقول عودوا أدراجكم الآن وقوموا بإرسال تلك الرسالة للثعلب الخرف هذا أن ليو هو رفيقنا بالفعل وأننا لن نتخلى عنه أبدا. فصرخ فيها زعيم الفريق بيقول لها نحن من نستحقه الآن. وبيحاول يهدي فيه كانج وبيقول له هدي أعصابك يا سنباد دلوقتي. وساعتها بيقلع كل دروعه واللي طبعا كل الفريق بيستغرب وبيقول له أنت بتعمل إيه؟ فبيرفع كانج إيده وبيقول حياة اللورد الصغير تعرضت للتهديد فيجب علي على الأقل أن أراهن بحياتي. ولكن البنت بتنزل للكانج وبتشيله من على وجه الأرض وبيحاول يكلمها وبيهديها ويقول لها سأضع شرفي على المحك الآن، ليس لدي أي نوايا سيئة إليكم أو حتى حقد تجاه فريقك بالكامل، دعينا فقط أتحدث مع اللورد الصغير قليلا. فبترد على البنت وبتقول له تريد أن تكسب ثقتنا بهذا الكلام الفارغ السخيف؟ أنا لا أحب هذا الكلام نهائيا وسأقوم بقتلكم جميعا الآن. ولكن بتتفاجئ لما بتشوف فريق بطلنا كله قلع الدروع وكل واحد رمى السلاح بتاعه على الارض وكلهم رافعين ايديهم عمالين يقولوا يوري هو الشخص المهم فينا فلقد قام بتعليم المرتزقه الذين لا يذكرون معنى للوفاء ابدا، معنى الوفاء الحقيقي، وان لم تكن حياه ريو كافيه اليك فماذا عن حياتنا جميعا؟ وساعتها بيقول زعيم الفريق لو كان عندي رقبتين لراهنت عليهم جميعا، ارجوك الان ان تثق في ريو. ويا جدعان هو هنا بيقول له ريو يا جدعان عشان هو اسمه في القصه ريو، بس انا بقول له كانج اللي هو اسمه الحقيقي خارج القصه يا جدعان عشان ما يكونش حد اتلخبط بس. وساعتها في الوقت ده بيجي اشعار من النظام لكانج وبيقول له لقد زادت ثقه الفريق كثيرا بك. ولكن البنت شكل الكلام ده ما بياكلش معاها خالص واللي فضل كل جنود الغوليم يجروا وراهم. ولكن في الوقت ده ظهر وحش كبير جدا عملاق من الغوليم واللي بدا يهاجم البنت فعلا واللي شكلها كده مش عارفه تسيطر عليه. ولكن في الوقت ده البطل بتاعنا بيتدخل وبينقذها. وساعتها فريق عمالين يقولوا الولد ده مجنون ولا ايه؟ ده فضل يجري تجاه الغوليم ده واحنا بالكاد استطعنا الفرار بحياتنا. فبنشوف كانج عمال يقول لهم ساعدوني فانا والبنت دي مش هنعرف نخلص عليه لوحدنا. فساعتها زعيم الفريق بيصرخ فيهم وبيقول لهم بما ان الامور اتخذت هذا المجرى الان فسوف نغير تشكيلنا حالا. فامر غايدن ان هو يحمي ظهرهم بالتصويب وامر برازيليوس والولد ابو شعر اشقر ده ان هم يتبعوه. وبنشوف الولد التخين عمال يضرب الغوليم بالطوب. يا عم بتضرب مين بالطوب يا ابني؟ ولا طبعا الغول اتعصب عليهم وضربهم كلهم. ونشوف بطلنا عمال يهدف البنت وبيقول لها اهدي كل حاجه تكون تمام دلوقتي، هل انت بخير الان؟ فصرخ في زعيم الفريق ويقول له يا ريو خدها من بعيد دلوقتي. فهي دلوقتي في صدمه ومش عارفه تتحرك نهائي. ولكن البنت بتقول له سيبني في حالي دلوقتي، انت بتفكر ان انا خايفه ولا ايه؟ ده كلام هراء يا ابني. وامرت فعلا الغوليم بتاعها ان هم يهاجموا الغوليم الكبير ده. ومن بعدها زعيم الفريق بدا بسم الله ما شاء الله في التقطيع فيه. وساعتها الواد الاشقر عطاله سهم في عينه ولكن الغول اتعصب عليهم اكتر وبدا يضربهم كلهم واللي كان على وشك قتل زعيم الفريق. ولكن بيجي اصدقاء البنت وبيساعدوهم واللي استطاعوا انقاذه في اخر لحظه. وفي الوقت ده صرخ فيهم كانج وقال لهم الان هو الوقت المناسب للقضاء عليه، لا تتوقفوا ابدا عن الهجوم. واللي بالفعل بنشوفهم استطاعوا القضاء عليه بالكامل واللي نجحوا اخيرا في قتله. والمفروض بقى الناس دول يشكروا كانج ان هم انقذوا البنت دي، لا بيثبتوهم وبيقولوا لهم اقفوا مكانكم. طبعا بطلنا عمال يقول لهم انتوا بتعملوا ايه؟ احنا مش لسه محاربين مع بعض ولا ايه؟ ولكن الولد ابو شعر احمر مش بيهتم وبيقول له تصدق ان انت مضحك للغايه يا فتى، انت فكر كده ان احنا اصدقاء عشان احنا بس حاربنا مع بعض، انت فكر ان انا اثق بيك بالسرعه دي ولا ايه؟ ايش ضمني ان انت مش هتخوننا بعد ما نتكلم مع بعض بلطف؟ فقال لهم كانج طب ما تقرر كده بعد ما تقوم بمحادثه على الاقل معانا، وانا بعتقد ان احنا مش هنكون قادرين نهائي على مواجهتكم ابدا، فانت شايف فرق القوه بيناتنا عامل ازاي؟ وقال لهم بنبره حاده فعلى الاقل اخبرونا الموضوع بالكامل. انا ريو اقسم بشرفي كفارس اني لن اوزيكم ابدا. فالولد ابو شعر احمر بيبتسم له ويقول له شرف وشرف فارس كمان، دي حاجه هراء خالص، ولكن بما انك قمت بمساعده اسيل فعلى الاقل تستحق التفسير. وساعتها بنشوف اخيرا ظهور ابن الكنت بدا يعرف نفسه بيقول انا ليو فمن انتم الان. وبنشوف ليو البطل بتاعنا كانوا قاعدين بيتكلموا مع بعض بعد ما الكل راح ينام. وساعتها ليو بيقول له اذا ابي ارسلكم الي لانقاذي اليس هذا بصحيح؟ وعلى الارجح انكم اتيتم الى هنا بدون معرفه اي شيء. وكمل كلامه بيقول هو لا يحتاجني
فهو لديه وريث بالفعل. فبيستغرب كانج وبيقول له لا، فالقانون الملكي يمنع الطفل ذو الرضاعة الطبيعية أن يصبح الوريث، فأنت ما زلت الوريث حتى الآن. فقال له ليو أنا أراهن أنك لا تعلم هذه القصة. عندما كنت أبلغ من العمر 14 عاما حدث وقالها أمامي، قال ابن زوجتي هنا الآن، هل تعلم ماذا كان يقصد بهذا؟ فاستغرب بطلنا بيقول ابن زوجتي، وساعتها بدأ يفكر في نفسه بيقول ليس ابن الكونت أرثر ولكنه ابن رجل آخر من زوجته. العائلات الملكية لا تستطيع التحدث عن أفعال زوجاتهم الخاطئة، وده كله طبعا بسبب أنه هيدمر سمعة العائلة بالكامل. فبيقول له ليو أنا مش عارف، ولكن أمي هي الشخص الوحيد اللي ممكن يقول الكلام ده حقيقي ولا لأ، لكن مش مهم لو كان الكلام ده صح ولا لأ. فاللورد أرثر في النهاية لا يراني كابن له. فكان بطلنا عمال يقول أنا مش فاهم حاجة، فما فيش حد هيخلي حد يورثه إلا لو كان ابنه. وساعتها تعاطف البطل بتاعنا معاه وقال له ما تقلقش خالص، فأنا أقول التقرير التالي ده لأبوك. اسمع بقى، السيد ليو وجد ميتا داخل المغارة، وأصدقائي رأوا الجثة بالفعل وكانوا شاهدين على ذلك. فقال له ليو أنت شخص سهل التحدث إليه، فشكر لك حقا. فساعتها بطلنا كان عمال يقول إذا فكان السبب الحقيقي وراء ذهاب ليو إلى المغارة ليست المغامرة كما قال والده، بل للنجاة بحياته. فساعتها بطلنا بيقول له ولكن أنا أحتاج إلى الخاتم الموجود في يدك. فساعتها ليو بيبص للخاتم وبيقول لأ إلا ده، فالخاتم ده بيثبت إن أنا الوريث الشرعي للمملكة. فقال له كانج هل ما زلت تفكر في الحصول على المنصب في النهاية؟ فرد ليو قال له لا، انا بعدت الموضوع عن دماغي خالص، ولكن السبب الحقيقي سبب شخصي جدا، فهذا هو الشيء الوحيد الذي قمت باخذه من الكونت ارثر، فهذا الخاتم فقط كان الاتصال الوحيد بيني وبين ابي قبل ان يطردني. فبيقول بطلنا في نفسه هذه اراده ليو للحياه، فبالرغم من رفض والده اليه الا انه يتمسك بالماضي كثيرا، ولا بد انه لن يستسلم عن هذا الا اذا قتل. ولكن كيف يمكن هذا؟ وساعتها بيحاول يقول له رفقك كيف جيدون للغايه، فانهم يثقون بك جدا. فبيقول له ليه بحزن هم جديرون بالثقه بالفعل، ولقد انقذوني كثيرا مرارا وتكرارا، وانا الان اخطط للذهاب معهم الى مكان بعيدا عن المكان. فبيقول له كانج طيب انت لازم دلوقتي تسلم لي الخاتم عشان تقدر تعمل اللي انت عايزه ده، انت مش لسه قايل ان هم رفاق جادرين بالثقه؟ فساعتها بتتغير ملامح ليو بيقول له انت بتهددني ولا ايه؟ فاذا لم اسلمك الخاتم يعني هكون في مشكله. فبيحاول كانج يهدي فيه بيقول له لا الموضوع مش كده، ولكن يبدو انك اخطات الفهم يا فتى، فطالما انت عايز تحتفظ بالخاتم كده فانت هتظل طول عمرك الوريث الوحيد، والاشخاص الوحيدين الذين يعلمون عن السر هو انت ووالدك وامك. انت شخص ذو قلب كبير يا ليو، ولا بد وانك تملك الكثير من الجنود يتبعونك، او بمعنى اخر اذا اردت ان تكون الملك الفعلي للبلاد فان الجنود سوف ينقسمون الى نصفين، وبالتالي فان جميع اتباعك سوف يموتوا في النهايه. فساعتها ليو بيستسلم وبيقول ما زلت اسبب الاذى للاخرين حتى اذا كنت حيا او ميتا. انا لدي سؤال لك يا ريو، لقد نسيت عائلتي على كل حال، وهم ايضا سوف ينسوني قريبا، فهل لدي سبب للتضحيه بالخاتم؟ تضحيه لن تجلب لي اي منفعه نهائيا. فساعتها كانج بيجيله على الجرح وبيقول له ايوه فده اللي بيعمله النبلاء يا صديقي. ففي الوقت ده بيبتسم ليولي وبيقول له طيب مفيش اي مشكله دلوقتي، وبيروح للساحر وبيقولوا له اريد اعطاء هذا الخاتم لذلك الرجل. فساعتها الساحر بيقول اسمك ريو على ما اتذكر، لقد ساعدته في اختيار صعب جدا، فشكرا لك يا ريو. وساعتها الساحر بيطلع سكين من ايده عشان يقطع اصبع ليو، واللي فعلا قطعه، واللي طبعا ليو كان بيتألم بشده. فكان كانج مستغرب وبيقول له انت ليه عملت كده؟ فليو وضح له قال له الخاتم لديه قوه سحريه عاليه، فأي شخص لا يستطيع أن ينزعه من يدي إلا إذا كنت ميتا ولم أكن قادرا على خلعه بنفسي، والكنت أرثر لم يرد أن يقتل ابنه بدون خطة أبدا. وبعدها بيديله الخاتم وبيقول له فرجاء لا تضع هذه التضحية لا تسوى شيئا. وبعد ما بطلنا بياخد الخاتم بيقول إذن فلدينا أخيرا الخاتم. ولكن كان في حاجة بتشغل تفكير بطلنا، ألا وهو إن ليو هيعيش طول عمره من غير إصبع ولا إيه؟ ولكن بيلاحظ إن الساحر ده كان بيمتلك قوة علاجية، واللي استطاع بالفعل علاج إصبع ليو، واللي كله بقى تمام دلوقتي. فبطلنا بقى مع الخاتم أخيرا، واللي ممكن ينهي المهمة دلوقتي، وليو كده هيهرب وأبوه يفكر إن هو مات. ولكن دلوقتي هيقابلهم مشكلة كبيرة، واللي بدأ الساحر يوضح لهم وبيقول لهم انتوا دلوقتي لو عدتوا من نفس الطريق فانت هتصطدموا بوحوش الغيلان، واللي طبعا مش هتقدروا عليهم نهائي، ولكن بما انكم تملكون أداة
ليو، فانا اخفف الحمل عليكم شويه. واللي كان ناوي يستخدم عليهم مصفوفه نقل، واللي بنشوفهم فيما بعد لما الصح اصدقائه. كان الزعيم فرحان جدا وبيقول: لم اكن اتوقع ابدا ان نحصل على تعويذه مثل هذه في حياتي. وبدا الساحر يحضر التعويذه بيقول لهم: لقد تم تفعيل التعويذه الان، والى اللقاء يا اصدقائي. وبينما كانت التعويذه تبلع بطلنا، كان ليو عمال يقول: يا ريو، يبدو انه من الممكن ان نتقابل مجددا. انا الان مدين لك على كل ما فعلته لي، وشكرا لك يا فتى حقا. فبيبتسم كانج وبيقول: لا باس يا فتى. ولكن كانج بدل ما يخرج برا الكهف بيلاقي الدنيا بيضت حواليه، وساعتها بيظهر اشعار من النظام وبيقول له: لقد استطعت اكمال المهمه بنجاح. فكان كانج مستغرب وبيقول: انا لم انهي المهمه بعد، فانا لم ارجع الخاتم الى الكونت ارثر، وهل احضار الخاتم يعتبر انهاء للمهمه؟ ولكن النظام بيقول له: لقد استطعت بالفعل استعاده الخاتم، ولقد اكملت بالفعل المهمه الفرعيه. لقد ابقيت جميع اعضاء الفريق احياء، وسيتم الان اعادتك الى العالم الاصلي. فكان بطلنا سعيد جدا وعمال يقول: اعتقد انه شيء جيد للغايه أن استطعت إنهاء المهمة أسرع مما توقعت، ولكن لا شيء من هذا يبدو حقيقيا، فيبدو كما لو أني في حلم من بعد بشخصية ريو الذي كنت بجسده. وبالرغم من أن حالة عائلته ليست جيدة نهائيا، ولكن هذا الشخص محاط بالكثير من الأصدقاء الجيدين. أنا أحسده فعلا على أولئك الأصدقاء. يا سلام لو الواحد قدر يمتلك العدد ده من الأصدقاء في حياته، فأنا أقدر أغير كتير جدا. ولكن استنى لحظة، انا ما عدتش للعالم بتاعي لحد دلوقتي ليه؟ وساعتها بينصدم بطلنا لما بيلاقي اشعار من النظام بيقول له: لقد حدث خطأ في النقل، فمسؤولي هذا العالم قام بعرض طلب جديد. وساعتها بنشوف بطلنا طاير في السماء واللي انتقل لمدينه ارثر، واللي ما كانش مصدق عينيه خالص ان هو دلوقتي عنده القدره على الطيران. وبيلاحظ من بعيد زعيم الفريق واللي عمال يقول: لقد اخبرتني يا صديقي ان كل شيء سيكون بخير، فنحن على وشك ان نستلم الجائزه الان، فلماذا لا تقول اي شيء الى الان؟ وفي الوقت ده بطلنا بينصدم لما بيلاقي ريو وراه، اللي هو كان واخد جسمه من شويه، وكان مستغرب ان في نسختين منه، النسخه اللي تحت دي والنسخه اللي طايره جنبي دلوقتي. وساعتها ريو بيعرف عن نفسه بيقول: انا ريو الذي قمت باستدعائك، فمن الجيد لقائك يا كانج هو، واستطيع الان الشعور بالتوتر الذي انت فيه الان. فبيرد كانج عليه وبيقول له: هي المشكله اني انهيت المهمه بالفعل، ولكن انا مستغرب دلوقتي انا ليه ما مشيتش من المكان، وانا لم افكر ابدا في اني التقيت بريو بالفعل. فريو بيقول له: الذي يحدث في الاسفل هذا ليس حقيقيا، ذلك الشيء اردت ان اريك اياه فحسب. وساعتها اوقف الزمن واوقف كل حاجه، وبدا يكمل كلامه بيقول: أتيت خصيصا لرؤيتك يا فتى، لأنك تمنيت شيئا قبل ذهابك عن المكان، ولكن أنا عايزك دلوقتي تبص على الموضوع دلوقتي في الأسفل. فطبعا بطلنا كان مستغرب إن هو شايف دلوقتي الكونتورسر، ولكن في الوقت ده بيلاحظ بطلنا إن برازيليوس أخرج سلاح من جيبه وجري على طول على كانج، واللي ساعتها تم القضاء عليه. وكان برازيليوس عمال يعتذر ليه ويقول له: أنا آسف كثيرا يا صديقي، ولكن عائلتي تم القبض عليها، وإن لم ألبي طلب الكونت فسوف يموتون جميعا، ولم يكن هناك شيء ما لفعلي إلا هذا. وساعتها ريو بيقول لبطلنا: هذه الحادثة التي حصلت بعد انتهاء المهمة، وذهبت لرؤية الكونت يا كانج، وبما أن هذه المعلومات المخفية بخصوص النبلاء والتي لا يعرف عنها أحد أبدا، هذا هو صنع الكونت يا كانج. فضل كانج يقعد يفكر شوية بيقول بالتفكير في أن برازيليوس قد يقوم بفعل هذا. فساعتها ريو بيقول له: المهمة التي أنهيتها الآن كانت مهمة قد أنهيتها قبل موتي، ولكن هناك مهمة يجدر بي القيام بها، وعلى الرغم من خسارتنا لريوب وإذا كن بات في المتاهة. وده كان الولد الأشقر يا جدعان والولد التخين اللي معاه. وبيكمل كلامه بيقول: فلقد استطعنا في النهاية اللحاق باليو. فطبعا بطلنا كان عمال يقول في نفسه: هل لحق بيه بالفعل؟ هل هذا يعني أنه أخذ الخاتم بالقوة؟ فساعتها ريو قال له: أيوه هذا صحيح جدا، فعلى عكسك تماما يا كانج الذي قمت بإقناعه بالتنازل عن الخاتم، فلقد أخذته أنا بالقوة. فبيحاول كانج يهدي فيه بيقول له: ليس عليك أن تتفاجأ بعد أن أصبحت روحا، فقد اكتشفت أشياء كثيرة مما يمكنك فعله. وطبعا يا جدعان تنويه يا جدعان، نحن لا نؤمن بأي من المعتقدات دي ولا بنروج ليها ولا بننشرها يا جدعان، فاحنا مسلمين وعارفين إن الروح طبعا بتروح لربنا، ما بتفضلش يعني الطايرة كده في الجو يعني. فأنا حبيت أنوه عن الموضوع ده عشان لو في عيل صغير بيتفرج ولا حاجة. ويلا نكمل. فبيكمل كانج كلامه بيقول: أنت الآن يمكنك اكتشاف أشياء كثيرة يمكنك فعلها. فساعتها بيقول لي يو: من أجل الحصول على الخاتم فينبغي على الأقل أن تقطع إصبعيه، ولكن فريق ليو لم يفعلوا شيئا من هذا القبيل.
فعندما ذهبت للقاء الفريق ولقد تم قتلهم بالكامل بالفعل، وأنه من تم اتهامه بالسرعة كبيرة، فلقد كان ذلك الوحش الذي قتلتموه بالفعل كان هو السبب في مقتلهم جميعا. فبيقول كانج إذا فمن خبراتك تقول أن كل أولئك الأشخاص ماتوا. فبيقول ريو إنه من الأكثر غرابة أنه لا يوجد أحد مات في المسار الذي سلكته يا كانج، إن هذا السيناريو مختلف حتميا عن الذي رأيته وعن أشخاص آخرين قد استسلموا منذ البداية في هذه المهمة. فساعتها كانج بيقول له إذن فماذا هو هدفك الآن؟ فقد أخبرني ما الذي تريده بعد موتك الآن. فبيقول ريو لقد استطعت الحصول على خاتم ليو بمجرد مسألة إقناع، فهل أنت مستعد الآن لمحاولة إقناع كل من الكونت وبرزيليوس، أو بصيغة أخرى أريد أن تجد لي طريقة لبقائي على قيد الحياة في هذا الحادث؟ فبيقول كانج هل أستطيع الافتراض بأن هذه هي المهمة الأخيرة؟ فبيأكد له ريو أن هي المهمة الأخيرة فعلا. فبيفكر كانج وبيقول هؤلاء الأشخاص ليسوا لاعبين يمتلكون صيغة مميزة لقولها، طالما استطعت البدء بحوار فيستحق هذه المحاولة مرة أخرى، فلدي الثقة بأني سوف أستطيع التحدث معهم بسرعة. فساعتها بيقول له ريو إذن فلتريني ذلك الآن، فأنا أتطلع كثيرا لرؤية هذا منك يا كانج. وبنشوف بطلنا واللي فعلا أخذ جسم ريون تاني ورجع بالفعل للماضي لساعة الحادث، ولما كان برازيليوس جاي يخلص على البطل بتاعنا قدر كانج بكل سهولة يتفاداه. ومن بعدها كانج كان عمال يفكر في نفسه بيقول كل هذه الأحداث حدثت عندما انتهت المهمة وأتيت إلى القصر لرؤية الكونت أرثر، لقد خطط لهذا بالتأكيد. وساعتها ريو الحقيقي كان بيتابع كل حاجة من بعيد، واللي كان عمال يتكلم البطل بتاعنا التخاطر بيقول له هل تعتقد أنك سوف تحاول إقناعهم؟ فبيقول بطلنا أعتقد بأني بعيد كل البعد عن إقناعهم. وساعتها بنشوف برازيلوس واللي كان ناوي يخلص على بطلنا، ولكن بطلنا بيمسكه في آخر لحظة وبعدين بيرميه على الأرض وبيثبته، بيحاول يقول له عد إلى رشدك يا برازيليوس، إن فعلت ما يقوله الكونت فسوف نموت جميعا أيها الأحمق، ففكر جيدا أيها الأحمق، فلماذا يريد أن كنت ميتا؟ سوف أخبرك أيها الأحمق، لأني علمت سر خيانة زوجته إلي. أوليس الأمر ذاته ينطبق عليك يا برازيليوس، بل إن الأمر ينطبق على كل من معنا، فما الذي جعلك متأكدا هكذا بأنه سوف يجعلك تعيش يا برازيليوس؟ أنت سوف تنال نفس مصيري يا برازيليوس. فبيرد على برازيليوس وبيقول له أنا لا أهتم لهذا، فأنا لا أهتم لما سوف يحدث إلي، المهم الآن هي عائلتي، ولقد قال بأنه سوف يطلق سراحهم جميعا إن قتلتك أنت ورفاقك. بيحاول بطلنا يهدي فيه ويقول له يا برازيليوس هل حقا تصدق هذا؟ ولقد وعدني كنت أرسل بمنح مكافأة اجتماعية مرموقة لي ومبلغا هائلا من المال كمكافأة. قد أعتقد بأن الشخص الذي يخلف وعده مرة بل وحتى مع فارس سوف يبقي على وعده مع مجرد مرتزقة ضئيل مثلك، ففي اللحظة التي تنهي فيها من أمر رفاقك عائلتك سوف تموت بالكامل لأنهم لم يعودوا بذو نفع نهائيا معه، فليس على أحد أن يعرف أسام الكونت. وأسام هنا يقصد يا جدعان جنب الشرير. وساعتها كانج بيبص للكونت وبيقول له أليس هذا بصحيح أيها الكونت أرثر؟ فبيقول أرثر وكأنه سيكون كذلك، في اللحظة التي تنهي فيها مهمتك يا برازيليوس سأعيد عائلتك إلى بار الأمان ومع مكافأة ضخمة أيضا، فهل سوف تنخدع بكلام ذلك الرجل وسوف تتخلى عن عائلتك بهذه السهولة؟ فطبعا برازيليوس بيقوم بطلنا وبيقوم له بيقول له يا كنت يا ابن العاهرة ما درجة الحماقة التي تظنني بها؟ فحاول ان هو يخلص على الكونت وينتقم لرفاقه، ولكن الكونت بيكون اقوى منه بكتير واللي فعلا بيصيب برازيليوس بضربة قاضية، واذا لم يتم انقاذ برازيليوس في الوقت ده فهو هيودع الملاعب حرفيا يا جدعان. وبعدها الكونت بيقول كيف يجرؤ مرتزق ضئيل وضيع مثلك بأن يقف أمامي هكذا؟ أنت مثير للشفقة حقا. فطبعا بطلنا كان مصدوم ومش مصدق اللي بيحصل قدامه، فهو لم يتحرك حتى من مكانه، الكونت بارع للغاية في القتال، وطبعا بطلنا ليس ندا له نهائيا، وبيحاول بطلنا يخرج سيفه ولكنه بيفتكر ان هو سلم سيفه قبل ما يدخل المكان، وده كله طبعا عشان ما يقاومش خالص برازيليوس. وساعتها الكونت بيقول له لقد جعلتني أقدم على ما لا أريد أن أفعله يا ريو، ولقد كنت أخطط لجعلكم تقتلون بعضكم البعض، وكل هذا من أجل المكافأة يا ريو، ولكن الآن غيرت رأيي فسوف أتكفل بأمركم جميعا بيدي هاتين الآن. بطلنا طبعا كان متوتر جدا وعمال يقول في نفسه تبا لهذا فأنا لا أستطيع إيجاد أي شيء يمكنني استعماله كسلاح، ففي اللحظة التي يزيح فيها بصري عنه سوف يقتلني بالتأكيد. فساعتها كنت بيقول له يا ريو لقد تعاملت مع المهمة بطريقة غريبة إلى حد كبير، ولقد علمت أنك لم تتلاحم بالسيف مع ذلك الفتى. فساعتها بطلنا بيقول له وهل أغضبتك في فعلي هذا؟
وبيرد عليك كنت بيقول له: لم أكن لا أتوقع أبدا بأنك يمكنك إحضار الخاتم بدون أي ضرر إليه، فالخاتم ثمين جدا لليو. لقد قال بالأمس أنه الشيء الوحيد الذي استلمته من الكون، ورغم ذلك أعطاك الخاتم بتلك البساطة. فطبعا بطلنا كان مستغرب عمال يقول في نفسه: لماذا يستمر ذلك الرجل بطرح الأسئلة هكذا؟ ولقد اعتقدت أنه سوف يقتلني على الفور كما فعل مع برازيليوس صديقي. فساعتها بطلنا بيقول له: لم يكن بتلك البساطة. فطبعا كنت استغرب من كلام بطلنا، واللي كان بطلنا طبعا فرحان وبيقول في نفسه: ذلك التعبير أجل فأنا أعرفه جيدا، إنه الفضول يا رجل، ولهذا لم تهاجمني على الفور. وده بطلنا يقول قبل أن يعطيني ليو الخاتم كان هناك شيء يصر عليه بشدة، واللي كان طبعا بطلنا عمال يفكر ويقول: سوف استغل تلك الفرصة التي أمامي الآن لعقد صفقة قوية مع ذلك الرجل، فكنت على الأقل يجب أن يكون لدي شعور تجاه ليو. وبدأ كانج يقول لأرثر: السيد ليو قال أنه يريد أن يعيش بجانب والده وأن يحميه كابن مطيع، وعلى الرغم من أنه لم يفهمك جيدا لقد قال أنه لن يكرهك أبدا. وبيلاحظ بطلنا أن تعبيرات الكونت مش جيدة خالص، وأنه بيشعر بالسوء جدا، فعشان كده حاول يلطف الموضوع ويقول: وهذا كان الشرط لإعطاء الخاتم. نعم، ولقد استلمته نتيجة للقسم أيها الكون. فبيقول أرثر: لقد علمت أنه فتى غريب فعلا، ولكن كي يعطيك الخاتم لمجرد كلمات. فبيرد كانج عليه وبيقول له: أنت محق، ولقد تم هذا بواسطة بعض كلمات، ولكن هذا ليس بكل شيء. ولحسن الحظ قمت باكتشاف المغارة مع ليو وأصدقائي، وقد مررنا بتجربة حياة أو موت معا، وخلال هذا الوقت لابد وأن السيد ليو قام بمراقبتي جيدا، وقام بإعطاء الختم بعدما علم أنه يمكن الوثوق بي. لقد وثق بي أيها الكون، وبما أني أقسمت بهذا فسوف أكون مخلصا تماما لك أيها الكون. فساعتها الكونت بيضحك جدا، واللي كان عمال يقول: يا ريو لقد علمت دائما أنك شخص عنيد، ولكن كيف تقول هذا في مثل هذا الوقت والموقف؟ فهي تبدو كلمات فارغة كي تستطيع الهروب من هذا الموقف. حسن، إذن يا ريو سوف أقبل هذا القسم الخاص بك بحياتك يا ريو. وساعتها بيرفع السيف على بطلنا، ولكن بطلنا بيسد السيف برجله بيقول: هذا الموقف هو السبب في أن يحافظ على قسمي. فساعتها الكونت بيقول: أنت بتقول إيه؟ فبيقول كانج: أنا لست أحمقا، أنا لست من محبي المخططات ولا النهش، ولكني لست جاهلا بهم أبدا. فبيقول له كنت قول المفيد دلوقتي. فساعتها كانج بيبدأ يقول له: الفارس تعلم أن يكون نزيها وموثوقا، ولكنها ليست هكذا الحقيقة. فالفارس يبدو ساذجا من الخارج، ولكنه في الحقيقة مخادع. فماذا تعتقد أيها الكون؟ أنا متأكد أني سأكون ذو نفع لك كثيرا. فتغيرت تعبيرات وجه الملك أرثر، واللي ما كانش فاهم بطلنا كان قصده ايه بالضبط. فطبعا بطلنا كان سعيد جدا ان تعبيرات الكونت اتغيرت اخيرا، وبيقول: التحكم بالشخص الموثوق بواسطه الاخرين سيكون مفيدا جدا، فعندما يخطط الكونت لاي شيء فيوري سيكون ذو نفع كثير اليه، فصوتي سيكون مسموعا عندما يتم اختيار الوريث. لا احد سيشك ابدا اذا قلت اني رايت ليو ميتا بالفعل. فبيقول كنت ليه؟ هل تحاول أن تقوم بالصفقة معي يا ريو؟ فبيرد كانج بيقول: إنها ليست بالصفقة يا سيدي، إنها تجارة متكافئة بيني وبينك يا سيدي، فأنت فقط تحتاج أن تعطيني ما وعدتني به. لابد أنك تعلم بالفعل أن المكافأة ستكون مهمة لي، لأن حالة عائلتي ليست جيدة تماما، وأنا أعدك يا سيدي أني لن أخونك أبدا، فأنا أدين لك بحياتي فعلا. بل كنت بيقول له: أنت رجل أخطر مما توقعت كثيرا. فبيكمل كانج كلامه بيقول: هناك مقولة قديمة تقول يا سيدي أنك يجب أن تبقى أعداءك قريبين منك، فهل سمعت بهذه المقولة من قبل يا سيدي؟ فبيقول له: كنت ممتع للغاية، فأنا لم أتوقع حدوثي هذا أبدا، فمهما يكن فكيف ستسقط الأشخاص الذين كانوا معك الآن؟ فبيرد كانج عليه وبيقول له: لدي فكرة عن طريق القيام بهذا، فطالما طبعا هاخد إذنك يا سيدي. فبيقول له أرثر: وهل تحتاج إلى إذني؟ فبيقول له كانج: فأقوم بنسج القصة كلها إلى كذبة كاملة متكاملة، فبالقول أن زوجة الكنت قامت بخيانتك وأنجبت طفلا من رجل آخر. فتعصب الملك جدا وقال له: يوري، أنت تعلم أن أتعصب عند سماع تلك الكلمة، ولكن حسن أكمل يا يوري. طبعا بطلنا بيتوتر وبيقول في نفسه: هذا أعظم أسرار الكنت، ولكن يجب أن أقول هذا. طبعا الكنت بيقول له: إذا قلت هذا للمرح فقط فسوف تندم على هذا يا يوري. فساعتها بطلنا بيتوتر جدا وبيقول في نفسه: هذه هي فرصتي الآن، فإذا أفسدتها الآن فرأسي سوف تطير حالا. وساعتها كانج بيبدأ يقول: القصة ستكون هكذا: عندما يرى الكونت ابنه الغير الشرعي ليو
يتذكر خيانة زوجته دائما، ولهذا كان قاسيا على يو جدا، ولكن بسبب حماقة الطفل ظل يتبع أبيه، ولكل ده طبعا سبب الألم لكونت الشديد. وفي النهاية قام بعمل قرار متوحش، وقرر إنهاء كل شيء باستعادة خاتم العائلة من الابن الغير الشرعي. ولقد قمت بهذه القصة بسبب كلمات كونت وابنه ليو. فساعتها كونت بيجيب آخره بيقول: بواسطة هذه القصة المرتزقة سوف يكون أفواههم مغلقون. هذا ما تقوله إذن، وأين الإثبات الآن أنهم سوف يظلوا صامتين؟ فبيقول كانج: كنت أرثر المرتزقة يغادرون منازلهم طوال العام لكسب المال. هؤلاء الرجال الذين لا يخشون الموت ما زال يوجد شيء يخافونه، ألا وهي خيانة زوجاتهم في حين غيابهم. ولربما سيكون من الصعب إسكاتهم بتهديد أو رشوة، ولكن لو كان هذا بواسطة قصة رجل سيكون الوضع مختلف. فهذه القصة ربما تكون مرتبطة بهم، وسوف يفهمون بالتأكيد قرار كنت، وسوف يتعاطفون معه. لتغطية الإهانة والألم لهؤلاء الرجال بالتأكيد سوف يصمتوا. فبيقول كنت: هم فعلا سوف يتعاطفون معي. مجرد مرتزقة سوف يتمكن من فهم الشعور الذي أشعر به الآن. ستبطلنا بيبص له بيقول في نفسه: هذا التعبير الذي أراه على وجهه، ألا أستطيع أن أفهم من هذا على أنها إشارة جيدة. فبيقول كون ليو: هذا الطفل إذا عاد إلى هنا فكيف ستقوم بحل هذه المشكلة يا ريو؟ فبيطمنه كانجو بيقول له: لا داعي للقلق يا سيدي، فهو لن يعود إلى المكان أبدا. بيقول له كنت: يبدو أنك متأكد جدا. فبيأكد له بطلنا بيقول له: ليو رجل يعتز بالأشخاص الذي يهتم بهم كثيرا، فهو رجل بقلب كبير، فهو لن يعود أبدا إلى المكان الذي سوف يسبب المشاكل لكون، لأنه يا سيدي ما زال يحبك حتى الآن. فساعتها كنت أخيرا بيلينه بيقول: نعم أنت محق يا فتى. فهو دائما كان لين القلب، ربما كان من الأفضل ألا يكون طيب، مذل حقا يا فتى. كنت لتصبح راوي قصص جيد للغاية. روي بالشيون، ما برأيك هو الأفضل للفارس على أرض المعركة؟ طبعا بطلنا بيستغرب وبيقول: هو اللي بيسألني فجأة كده؟ ولكن بيقول بطلنا: أعتقد أنها الروح يا سيدي. فبيقول كنت: الروح صحيح أنها مهمة للغاية، والسيف والدرع أيضا مهمين، ولكن الأهم منهم جميعا هو الحصان، فإنه كبير ومطيع بطبيعته، ولكن مع التدريب الجيد فسوف يصبح أسلحة فتاكة قادر على قتل البشر. وأنا أعتقد أنك حصان جيد يا ريون. فبيقول كانج: هذا يعني أنا سأتبع الكونت فقط. فساعتها أرسل بوجه السيف ناحية كانج وبيقول له: يوري فال هولز، هذا سيكون اسمك الجديد يا فتى. أنا أعينك الفارس الشخصي لي، ولقد رأيت وجهي الحقيقي. أمل أنك لن تخيب ظني بك، لأنك سوف تواجه الجحيم عندما يحدث هذا. فبيبتسم لي كانج وبيقول له: بالطبع يكون، وقبل ان يتاخر الوقت فهل يمكنني اخذ برازيليوس الى الطبيب؟ فيبتسم لي كنت بيقول له: افعل كما تشاء السير هولز، فسوف اتركه اليك لتفعل ما تشاء به. فبيفرح بطلنا جدا وبيقول له: شكرا لك يا سيدي. وفي الوقت ده بنشوف توقف الزمن في المكان، وطبعا بطلنا كان مستغرب عمال يقول: الوقت توقف كده، هو ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ فهل انتهت المهمة الآن أم لا؟ بالتأكيد، فإني استطعت إقناع الكونت وبرازيليوس، وبالتأكيد أني نجحت في طلب ريو. في الوقت ده بيبتسم بطلنا لريو بيقول له: يا ريو، لقد فعلت كما طلبت مني، فما رأيك الآن؟ هل أنت سعيد الآن مع هذا؟ أما بقى ريون فكان مصدوم جدا من اللي هو شايفه، وكان عمال يقول في نفسه يوجد خطب ما بالتأكيد. وبعدها فضل يصرخ جدا صرخات كتير جدا، واللي بيدل ان هو كان منهار جدا. فطبعا البطل بتاعنا ما كانش فاهم اي حاجه، وكان عمال يهدي فيه بيقول له اهدى شويه، ولكن ريون كان عمال يعيط وبيقول: لماذا لم استطع اتمام بهذا الشكل؟ كان بامكاني انقاذ الجميع، لقد كان ممكنا فعلا. وبعدين بنشوفه بيقول لكانج: كما ترى يا كانج، ولقد امنت باني لو فعلت كل ما بوسعي فسوف اكافئ في يوم ما. سبحان الله يا جدعان، دي كانت نفس المقوله اللي بطلنا قالها في اول المنهى. وبيكمل ريو كلامه بيقول: ولكن لم يكن العالم بتلك البساطه، وشكرا لك يا كانج كثيرا، فوهمي الطويل سيصل إلى نهايته أخيرا، وآمل أن تأخذ حياة الفاشلة هذه كعبرة لك، وأن تنعم بحكمة في حياتك الحقيقية. فبيقول كانج: هذا ليس عدلا يا ريو، فإذا كان الأمر يعود لي فلما استطعت جمع الرفاق في المقام الأول، أنت كسبت بالفعل ثقة وقلوب رفاقك، ولقد حظيت بالنجاح لذلك السبب فقط، لم تكن حياتك محاطة بالفشل أبدا يا ريو، إنه فقط لو كنت أرق قليلا ولو استمعت لنصيحة الآخرين أكثر فسيكون ذلك عظيما. فبيبتسم ريون ليه بيقول له: ذلك نفس الكلام الذي قاله لي سنباد أيضا،
كان دوما يقول ذلك لي: قلب المرء أجل، إنه القلب يا كانج هو، ذلك الفرق بيني وبينك. ومن بعدها بنشوف أخرج كرة مضيئة من جيبه بيقول: ودي أعطاك هذه يا كانج، فأرجوك أقبلها مني، فهذه شظية روحي إنها تحمل كبرياء الأخير، لديك المؤهلات لامتلاكها يا كانج، لا أعلم أين يمكنك استخدام هذه، ولكن شكرا على كل ما فعلته إلي. وساعتها ريو بيوديه للعالم بتاعه، واللي كانج بيبدأ يبص ويشوف إن ريو كل الناس عمالة تقول له يا السيد، واللي كانوا عمالين يحيوا فيه، واللي شكله محبوب جدا في العالم ده. وكان بطلنا طبعا مصدوم عمال يقول: يوري وعائلته، هذا المكان وهذا العالم. فساعتها ريو بيشيل شكوكه دي كلها وبيقول له: مقابل بيع روحي ومنح حياتي للمتعاقدين، هذه المكافأة التي وعدوني بها. كان علي الانتظار لوقت طويل حتى أتمكن من النجاح في هذه المهمة، ولكنك فعلت بالفعل يا كانج. هذا ليس واقع، بل إنه وهم، فإنه مجرد حلم أواسي به نفسي. فبيقول كانج: أقول هذا بسبب بيع روحك. لم يكن يوري طمعانا أبدا للقوة ولا الثراء، بل بالأحرى أراد عائلته أن تعيش بسلام، لكنه خسر كل شيء، فأحاط به إلى الحضيض فعانى لفترة طويلة. لما العالم هذا بهذه القسوة؟ ولماذا قرر رجل مثلك بيع روحه؟ فساعتها بيقول له ريو: هذا بالضبط ما كنت أود أن أقوله إليك يا كانج. لماذا قرر رجل مثلك يستطيع رؤية ما في باطن الأشخاص العمل في هذا القطاع هكذا؟ فبيبتسم ليه كانج وبيقول له: بشأن هذا فعالمي ليس بهذه السهولة، فالعالم يفعل فعلا ما يحلو له. ولكن في الوقت ده بيظهر ضوء شديد جدا حوالين البطل بتاعنا، وفي الوقت ده كان عمال يفكر ويقول: هل تم تحريكي فجأة مجددا؟ وهل سوف أعود إلى منزلي مرة أخرى أخيرا؟ فبنشوف عند مديرة الموقع، واللي كانت طبعا عمالة تراقب كل ده، وكانت عمالة تقول: هذا مستحيل، إنه مميز للغاية. صممت هذه المهمة لتبوء بالفشل في المقام الأول. إنها ليست فقط مرحلة عادية، ولكن أيضا تم حلها بالإضافة إلى المرحلة الإضافية. وساعتها المديرة أمرت المساعدة بتاعتها وقالت لها: افحصي أمر السيد كانج شو بعناية الآن. وكانت ساعتها مستغربة عمالة تقول: ماذا حدث للتو؟ أنا لم أتوقع كل هذا منك يا كانج. حسنا إذن يا كانج، سوف أجربك الآن في المهام القادمة، والتي من المستحيل حلها أبدا، لأرى إذا كانت صدفة أم لا، وأنك شخص مميز أم لا يا سيدي كانج. وبنشوف مديرة الشركة وهي قاعدة مع البطل بتاعنا، واللي بتقول له: أنت مذهل للغاية يا فتى. أنا بحب طبعا أشكرك بالنيابة عن الشركة كلها، صراحة ما كنتش أتوقع إن أنت تقدر تنهي المهمتين في نفس الوقت. خلاص يا أختي، هتحسيد الواد يا أختي. بعدين بطلنا بيقول لها: استنى لحظة، في حاجة شغلاني جدا استنادا على ما قال يوري، فأنا كنت أول من تم هذه المهمة بنجاح، هل أرسلتيني إلى هناك لأفشل؟ وبترد على المديرة بتقول له: إحنا ما نقدرش نعمل طبعا كده، بس إحنا خليناها أكتر ملائمة ليك، ولست تفضل قتل الوحوش عوضا عن البشر، ولقد عملنا بجد لإيجاد المهمة الأنسب لك، وهل سوف تفضل العودة لساحة القتال مرة أخرى بدلا من ذلك، وبغض النظر عن الإشكاليات بيننا؟ وبما أنك نجحت بالفعل، وليس الأمر هذا بجيد؟ والمهم دلوقتي إيه رأيك نحسب اللي أنت كسبته لحد دلوقتي بعد طبعا خصم 5% و10% إضافية، فيكون المجموع كله 15%، أي ما يعادل 5 مليون وون تقريبا، إلا 200,000 يعني حوار. طب البطلنا كانج، ومش مبلغ قليل خالص، ولكن شكله كده قليل على مهمة المفروض يعني أنا خلصتها بشكل محترف جدا، وإن مفيش أي حد قبليه خلصها قبل كده. وبرضه حط في الاعتبار إن المهمة اللي فاتت أنا خدت فيها 1%، ولكن خدت مليون و600 وون، ولكن دلوقتي واخد 15%، واخد دلوقتي 5 مليون وون بس. بترد المدير عليه بتقول له: لا، ما تحسبش المهمة اللي فاتت دي، لأنها كانت مهمة خاصة جدا، لأن أول مهمة أنت عملتها، لأن المرتزقة في المهمة اللي فاتت كانوا بيدور على الأموال، فعشان كده أنت خدت أموال كتير، ولكن اللي حصل مع مهمة الكون خدت بدل ده كله أراضي ومقاطعات، وطبعا كل ده احنا مش بنحسبه خالص. وبعدين يعني المهمة الإضافية اللي أنت عملتها دي أنت عملتها عشان يوري، ما عملتهاش عشان خاطرنا احنا، لأن المهمة الأساسية كانت استعادة الخاتم. فطبعا بطلنا بيتضايق وبيقول: لو كل مهمة أعملها اشتغلت ببلاش كده، فأنا بوجع دماغي على الفاضي. فبتقول له المديرة: ولكنك حصلت على بديل بالفعل، ألا وهو مكافأة يوري. فبيفتكر بطلنا الشذا اللي خدها من يوري، وبتقول له المديرة: الغرض ده نادر جدا وبيساوي تقريبا 8 ملايين وون. بطلنا بيقول: دي قيمتها طلعت أعلى من المهمة نفسها، ولكن لقد أعطاها لي يوري، وقد أعطاني أغلى ما يملك، فلذلك لم أتخلى عنها أبدا. وقال للمديرة إن هو مش هيبيعها نهائي. قالت له المديرة: طيب طالما أنت مش هتبيعها كده، فأنا أقول لك إزاي تستخدمها. وأنت في المهمات أنت تقدر تستخدمها عادي، ولكن خارج المهمات ما تعرفش تستخدمها نهائي. وبيسألها بطلنا وبيقول لها: هل يوري هيفضل موجود في العالم ده؟ فقالت له: أيوه، لحد ما يجي مستخدم تاني ويدخل العالم ده، وسيكون قادر على التمتع بحلم جميل، وطبعا ده كله بفضلك يا كانج.
وهذا يعني في اللحظه التي يبدا فيها متعاقد بمهمه جديده سيعود العالم الى نقطه البدايه من جديد. فبيحسن بطلنا طبعا على يوري بيقول انا مش عارف استوعب كميه المعاناه اللي بيعانيها يوري، لان المشهد بيتكرر قدامه كل مره وكل مره بيتذكر الفشل بتاعه، لان حتى لو كنت مكانه سوف اصاب بالجنون. تخيلها فعلا كده عز المشاهده تلاقيها متعبه جدا. تخيل مثلا كده تعيد مثلا موقف مثلا عن حد عزيز مات عليك وتعيده مثلا الاف المرات، تخيل بقى كميه الوجع ده كله. وبعدين المديره بتتدخل وبتقول يا سيد كانج انا عايزك تسمع لي شويه كده، انت مش ملاحظ كده ان في خلال حياتك دي لم تواجه عده حوادث فظيعه، فكان الامر اشبه بانك مهما فعلت فسوف يسير شيء ما على النحو الخاطئ تماما. وفي الحقيقه بعد اجراء الاختبارات لك اكتشفنا ان انت عندك سوء حظ كبير جدا اكبر حتى من الانسان العادي خالص، وده كان عالي جدا بشكل غير معقول اصلا، كما لو كان احدهم يعبث معك، وعليك الان ايجاد طريقه للتعامل مع سخريه القدر معك، وان لم تفعل هذا فسوف تصيبك مأساة هائلة وتدمر حياتك بالكامل. طبعا بطلنا بيستغرب من ده كله وسألها ايه اللي هيحصل ليا، ردت عليه وقالت له صراحة ما اقدرش اقول لك ايه اللي هيحصل لان دي طبعا في علم الغيب، ولكن استطيع القول لك انك سوف تواجه مأساة مؤلمة جدا لدرجة انك سوف تتمنى الموت. فبيتريق عليها وبيقول لها انت بتقولي ايه؟ طبعا ده كله هراء، يعني انت عايزه تفهميني يعني ان انا لما بقوم بالمهمات بتقدر تعرف مستقبلي واذا من يتلاعب بي وهل سوء الحظ يمكن تغييره بتمني زواله فقط. بتقول المدير ما عنديش وقت والله اضيعه معاك، ولكن المهم دلوقتي انت كل ما ارتفع مستواك وارتفعت الكرمه بتاعتك ده يقلل كتير جدا من الحظ السيء بتاعك، وطبعا كل ده يقلل من التاثير السلبي على العيله بتاعتك، ويجب الان ان تصل الى المستوى العاشر. طبعا الكلام كله ده هبدا يا جدعان، كبر دماغك منه، مفيش الكلام ده في الواقع، ده كله مناح يخليك كاتب يا جدعان. فكان جانب تلمع وبيقول لقد اصبحت بالمستوى الثالث بعد اكمال مهمتين وليس من الممكن الوصول الى المستوى العاشر بسرعه. المهم دلوقتي انا عايز اسال دلوقتي امتى المهمه بتاعتي القادمه؟ فبتسم المديره بتقول له ما تقلقش خالص احنا هنرن عليك في اقرب وقت ممكن. وبنشوف بقى المعلم كان جوه بيتمشى في الشوارع واللي كان طبعا بيتألم وبيقول ذكريات يوري واكن الذكريات اللي انا عشتها فعلا دي لسه مأثره عليا لحد دلوقتي. وبعدها بيتفحص التليفون بتاعه بيقول هم قالوا ان هم هيحولوا لي فلوس دلوقتي واللي فعلا بتوصل لحسابه، ولكن ولاد الذين بيخصموا 5% منها واللي بقى دلوقتي 4.5 مليون هون. وطبعا بطلنا بيفرح جدا وبيقول يا لو وصلت للمستوى العاشر فيا ترى قد ايه الاموال اللي ممكن اكسبها، وحتى اذا صادفت بعض الحظ السيء في المستقبل لن يكون سهلا حلها بواسطه الاموال. ايوه يا ابني معاك حق والله كل حاجه بتتحل بالفلوس. وبيكمل كلامه بيقول انا العيله بتاعتي محبطه جدا بسبب الدين الكبير ده وطبعا مصاريف المشفى بتاع امي وكل ده طبعا بسبب صاحب اللعين ده. وبنشوف بقى عند المديره واللي كانت عماله المساعده بتاعتها تقول لها لو كان الحظ بتاعه سيء للدرجه دي فايه رايك بعد كده نسميه سيد سوء الحظ؟ بترد عليها المديره بتقول لها انا عمري في حياتي ما شفت سوء حظ بالشكل ده، ومع سوء الحظ العالي ده هيكون كفيل جدا انه يخلي الشخص ينتحر، ولقد قررنا اجراء المحاكاه بسبب موهبته، ولكن نتائج المحاكاه كانت مذهله للغايه ولا استطيع ترك مصدر مثل هذه بمفرده. مهمه يوري قد تم اكمالها بطريقه مثاليه، لقد اصبح في المستوى الثالث بعد اكمال هذين المهمتين. واخبريني الان كم عدد المهام اي ام المتبقيه؟ ودي المهام المستحيله يا جدعان. فردت عليها المساعده وقالت لا يوجد 12. قالت المديره طب انا عايزك دلوقتي تحسبي لي دلوقتي نقاط الخبره اللي يقدر يحصل عليها لو تم اكمال ال 12 مهمه كاملين بمثاليه كبيره. فطبعا المساعده بتستغرب وبتقول يعني انت عايزه تفهميني يعني ان هو يقدر يكمل المهام المستحيله كلها بطريقه مثاليه؟ فالمديره بتقول لها سيبك من ده كله دلوقتي، اهم حاجه دلوقتي تشوفي لي الكلام ده. واللي فعلا بعد ما بتدور كده شويه بتقول لها هو ممكن يوصل لمستوى 17 ونص. فبتقول المديره المستوى 17 ده مرتفع جدا، دي هتكون فرصه جدا لانهاء المهام المستحيله ذو المستويات المنخفضه. والمهام المستحيله ده يا جدعان فيها منها مستويات منخفضه مستويات عاليه مستويات متوسطه كده يعني. فالمديره بتقول لها ايه رايك تخلي المستوى اصعب بكده دلوقتي؟ انا عايزك تزوديهم ل 3 مليون. فطبعا المساعده بتصدم وبتقول يعني بدل ما تخفض الرتبه عايزه تعليها؟ الولد كده هينتحر مننا، وطبعا لو قتل نفسه فالمكتب الرئيسي هيعرف بالكلام ده كله وطبعا مش هيسكت خالص وهيخلص علينا. فبتقول لها المديره يا انسه مين عندما اخبرك ان تفعلي شيئا فيجب عليك ان تفعليها فقط، هو لديه عائله واصدقاء اريدك الان ربطهم جميعا بالسيد كانج. وعشان تفهم عزيزي المشاهد ايه اللي حصل دلوقتي هي جابت سوء الحظ بتاع العيله كلها بتاعته وراحت حطهم كلهم في كانج، يعني ما شاء الله واخد حظه الوحش وحظ العيله كمان، يعني الولد ده يعتبر متدمر خالص. وده كله طبعا عشان عايز اتاكد من حاجه واحده بس الا وهي ان تتاكد ان هو ينهي المستويات دي كلها، لانه طبعا لو ما احتاجش للفلوس مش هينهي المهمات دي كلها. فهي عايزاه يبقى تعيس الحظ جدا عشان يفضل طبعا محتاج لهم ويخلص المهام الصعبه دي. يا عيني يا ابني الواد يعاني جامد يا جدعان. فالمساعده بتقول لها انت متاكده من اللي انت بتقوليه ده؟ فبتقول لها
المديره ما تقلقيش خالص، فحتى لو حصل على خبره كبيره جدا من الطريقه دي فاحنا نقوم بتبديلها كلها بالمال، وعايزك تفضل مراقب حساب السيد كانج 24 ساعه وتتاكدي دايما ان هو فيه فلوس. فالبنت بتقول لها انت مفكره كده يعني ان هي تحل بالفلوس؟ بتقول لها المديره لو كان السيد كانج فهو سيقبل كل شيء ويركع من اجل الاموال، المال يستطيع حل كل شيء، وعاوزاك تتصل بالمقر الرئيسي، فاحنا لازم نراقب السيد كانج 24 ساعه، فانا لا استطيع ترك هذه الموهبه وشانها، فسوف اقوم بدعمه واعداده وازيد من مستواه كثيرا. وانا مش عارف يا جدعان هي الوليه دي مهتمه بكانج او كده لا يعني، بس عامه تقريبا كده هي مستفاده يعني ان هو يخلص المهام دي. يلا كل ده نعرف يعني في المستقبل مش كتير قوي يعني. بنشوف بقى مع المعلم كانج واللي طبعا فرحان بالفلوس اللي خدها، واللي راح طبعا شرى بيها اكل كتير جدا من السوبر ماركت، وبيقول ياه انا ما شريتش كده من فتره طويله جدا، انا تقريبا ما اشتريتش اي حاجه بفلوس الخاصه، واخيرا العيله بتاعتي تقدر تحتفل بالاموال دي، وما كانت الحاله سيئه فالمال بالتاكيد عظيم يستطيع حلها بكل سهوله. والله الولد ده بيفهم، والله بيفهم. يعني انت تخيل كده عزيزي المشاهد، انت حزين يعني وراكب لامبورجيني، هتبقى حزين؟ يعني انا من وجهة نظري ان انت تبقى حزين وراكب لامبورجيني احسن بكتير جدا ان انت تبقى سعيد ونايم في الشارع اعتقد يعني. اما بقى لو انت مخالف في الراي ده فاكتب لي رايك في التعليقات. وبنشوف بقى كانج عمال يحسب المصاريف اللي عليه وبيقول ياه دي مصاريف كتيره جدا، لو شلت ايجار الشقه والبطاقه الائتمانيه ومصاريف المعيشه فتقريبا 3 مليون وون هتطير في لحظه. ولكن اهم حاجه دلوقتي انا ازاي اشرح للعيله بتاعتي ان انا قدرت احصل على الفلوس دي، وطبعا مش هينفع خالص ان انا اقول لهم ان انا خدت من عمل، لان مفيش عمل يدي الفلوس دي كلها لواحد فاشل يعني، ورست في الاخر ان هو يقول لهم ان هو كان جيمر ولا حاجه. وانما كان كانج داخل الشقه بتاعته اذ يتفاجأ بوجود صديقه اللدود اللي تسبب في المدنيه دي كلها للعيله. وطبعا لما بطلنا بيشوفه بينزل فيه ضرب على طول، وفضل يزعق فيه بيقول له انت مفكر ايه يالها، انت مفكر يعني لما تجي لحد بيتي اسامحك؟ لكن صاحبه فضل يصرخ فيه بيقول له استنى يا عم استنى انا هنا عشان اختك يا ابني. فبيوقف كانج ضرب فيه ويقول انت قصه اختي يون مالها يا ابني، ولا ما طلعش في حاجه، انت لازم أن تكون عارف ان انا هخلص عليك دلوقتي. الولد بيعدل نفسه اخيرا بيقول له انا كنت متوقع يعني ان انت تضربني بس مش بالشكل ده يعني. كان بيقعد يفكر بيقول والله انا نفسي اقتل الولد ده ولكن خايف يحسبوه عليا بني ادم ويسجنوني، يلا مش مستاهل اضيع نفسي عشان كلب زيه. وبعدين بيمسك ازازه وبيكسرها وبيقول له عايزك تقول لي دلوقتي كل حاجه، ايه علاقتك باختي يالا؟ فصاحبه بيهديه وبيقول له يا عم استنى شويه، فانا ازاي اقول لك خبر وحش زي ده وانت ماسك الازازه دي في ايدك، انت ممكن تضربني بيها يا عم. فكان بيتعصب عليه اكتر بيقول له يا عم ما تقول لي انت عايز مني ايه. فالولد بيقول له خلاص يا عم طيب انت اللي حر، انا رحت المركز ترفيه ليلي عشان اقوم بشويه عمل يعني، ولكن في النهايه لقيت اختك هناك يا ابني. فطبعا بطلنا بينصدم وبيقول يعني انت عايز تفهمني دلوقتي ان اختي شغاله في حاله من غير ما اكون عارف؟ فبيرد على صاحبه بيقول له يا اسطى صدقني والله ما لمستها، وقلت لها ان هي تعود فورا وهي كانت هتعمل عقد ب 70 مليون وون، ولكن انا رميته بعيد وقلت لها امشي حالا، وشكل كده عيلتك ما تعرفش عن الحاجه دي، واعتقد ان انا لو اخفيت الامر عليك فده كان هيسبب لك مشاكل كبيره. فساله كانجو قال له الكلام ده حصل امتى؟ فصاحبه قال له امبارح، وقال له ان ده اليوم الثاني بتاعها، يعني هي لسه شغاله من قريب يعني. فكان عارف ساعتها هي ليه كانت زعلانه كده، وبرضه جابت سير صاحبه يعني. فاكرين يا جدعان في اول المنهوا بعدين صاحبه بيقول له انا سمعت شويه شائعات سيئه عن المكان وانا خايف يحصل لها حاجه وحشه لو فضلت شغاله في المكان ده، فعشان كده انا قلقان جدا. يا عم وانت مالك مش انت السف ده كله يعني، ما انت اللي خلت العيله دي تتدين بالفلوس دي كلها. وطلنا بيقول في نفسه لقد قالوا ان القتل في البدايه صعب ولكن في المره الثانيه سيكون سهلا كثيرا. لا استهدى بالله كانج استهدى بالله كده هتضيع نفسك عشان عيل كلب زي ده. لكن الحمد لله بيسترجع نفسه بيقول انا لو قتلته دلوقتي فهي مش مستاهله ان انا السجن عشان حيوان زي ده. وبعدين بيصرخ فيه بيقول له انا عايزك دلوقتي تاخدني لمكان حالا. وفعلا بيدخل كانج لمكان وبيستقبلوا اتنين وبيقولوا له اهلا يا سيدي احنا نقدر نساعدك ازاي. فكانج بيسالهم وبيقول لهم تعرف حد هنا اسمه يون؟ فبيبتسم ليه بيقول له ايوه شكلك كده بتدور على شخص معين ولكن انت عايزها ليه؟ فطبعا كانج بيستنصح بيقول له ان صاحبه قال له انه يوصل لها رساله يعني وده افضل ان هو يقول ان هي اخته. بعدين الراجل بيأمر الفتاه اللي معاه بيقول لها انا عايز دلوقتي تروحي تندهي بالسيده وون حالا. البنت بتقول له للاسف هي بدات دلوقتي بخدمه الزباين والمفروض دلوقتي ان هي في الغرفه الخامسه فانا مش عارف اجيبها الا لما تخلص شغل. فالولد بيقول للكانج انت ممكن تستنى شويه معلش لحد ما تخلص شغلها وبعدين تجيلك. ولكن كانج مش بيسمع الكلام ده كله بيدخل بقلب جامد فبيحاول الراجل يوقفه بيقول له انت رايح فين؟ ولكن كانج بيزحه بيقول له ابعد عني انا لازم اشوف البت دي حالا. واخيرا وصل للغرفه وفتح الباب وساعات احد رجال السكار بيقول انت يا ابني ايه اللي دخلك هنا من غير اذن؟ هو اي حد كده يدخل المكان ولا ايه؟ كان بيقول بنبرة حادة يا يون ما الذي تفعلينه في المكان. وبعدها بيمسكها من ايدها بياخدها وبيمشي وبيقول لها انت ازاي تجري المكان ده من غير ما تقولي لي؟ ولكن بيتفاجئ بوجود الحراس بتاع المكان وبيقولوا له انت مفكر دخول الحمام زي خروج ولا ايه يا حبيبي؟ ولازم دلوقتي تعوضنا عن افساد مزاج زبائننا والا سوف نقضي عليك في المكان. اوبا شكله الحظ الوحش بدا يلعب معاك. انا عايزك تروح تمسك المديره دي تضربها ضرب، هو مش هينفع الا كده والله. عندي مفاجاه كبيره لكم يا جدعان.
انا قررت ان انا اعيد تلخيص انا وجين من جديد عشان تقدر تستمتع بيها من تاني، وبجودة يا صديقي اقل ما يقال عنها انها اسطوريه بالمره. تخيل عظمه جين بقى مع الصوت الجديد يا جدعان، تخيلها بقى تخيلها. فلو كنتم مهتمين يا جدعان انزلها يوم الخميس باذن الله، زائد برضه الحلقه الجديده من حكايه جين، ولكن للاسف مش عارف انزلها هنا على القناه دي بسبب ان في مشاكل مع قصه جين مع اليوتيوب، مش عارف ليه. عشان كده هنشرها على القناه الجديده بتاعتها يا جدعان، اللي عايز يشوف القصه يا جدعان يبقى يشترك فيها، لان انزل عليها مانو وجين كامله. هتلاقوا اللينك في اول تعليق او في الوصف. وبس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في امان الله باذن الله، وصلى على النبي عزيزي المشاهد.